النجم تم تم زمن أكوي علينا وفتح أنا بوحكم وعبايت اللي هو تتأزم وعبايت اللي هو تتأزم أنا لا تيأزم وعفويا يلقم أنا لا تيأزم وعفويا يلقم باسر وتساقم نية الشعب قد تتمم باسر وتساقم نية الشعب قد تتمم طيور قبوة حوالي الأزم قبيل ديب حمم طيور قبوة حوالي الأزم قبيل ديب حمم حرب دي الحرب كفينا كفينا ينقب تجارب بالحرب دي الحرب كفينا كفينا ينقب تجارب زلم دي زلم كفينا كفينا ينقبر دي بحلم سوبوا لك بالكراسي والدلاق الكرسي حلب سوبوا لك الكراسي والدلاق الكرسي حلب سميت وانكري قبيلنا نزلم اريتريا نتألم سميت وانكري قبيلنا نزلم اريتريا نتألم تكفينا تكفينا كفاءة حديد الزم اريتريا تكفينا تكفينا كفاءة حديد الزم مريئيكا تم وبسمعك تم مريئيكا تم وبسمعك تم من تتهاقى أبوك النجم زمن أكوي علينا وفتح أنا بوحكم وعبايت اللي هو تتأزم وعبايت اللي هو تتأزم انت ترفع متكارب وانت ترفع أدفارة انت ترفع متكارب وانت ترفع أدفارة شعب لي دانيته فتحوا لي دي والمراح وحدة دوس العقبة وشعب لك بقارة اقس النت عندونت عندك يا هو أباي نفرح اقس النت عندونت عندك يا هو أباي نفرح اقس النت عندونت عندك يا هو أباي نفرح اقس النت عندونت عندك يا هو أباي صاح
ساعة نويت بي لمكفاتي من هلا إلا لتدرك يا فاتي كفول بلا من تبيلا نبيك كفولك هلا ويدي بالخسران شامل اللي بترقب بلا ساعة نتلني أنا كفو سافر والبيك كفو تلني أنا كفو سافر والبيك كفو تلني اللي سافر من بي إذا من يبيلني يا حد بقراية وغلاتي بيك كفني هي كردي بسات ويحز وحزني ساعة نتلني لالي بساعة نتلني لالي بساعة نتلني ساعة نويت بي لمكفاتي من هلا ساعة نويت بي لمكفاتي من هلا إلا انت ديك يا فاتي كفول بالله وانت من تبيلا نبيك كفولك هلا ايدي بالخيزران شامنا اللي بترقب بالله ساعة نتلني لبي حنين ملايو رحمة تسلم كم سلام لبي حنين ملايو رحمة تسلم كم سلام ولبي أكي أدبو رحو تسلم كل أدب ودام رحمة قلبو رتعرفوا اللجام فتح من اللجامكي وقل مبدأ بسلام بساعة نتلني لالي 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 بساعة نتلني أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، نرحب بكم جميعا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. أختكم مقدمة هذا البرنامج كوثر عبد الرحمن عبد الله سراج. هذه جمعية الوفاق الإريترية Eritrean Senate Movement ترحب بكم جميعا، وهذا اللقاء يأتيكم عبر سينيت راديو أو راديو سينيت على الفيس وعلى منصات اليوتيوب. من أهداف هذا البرنامج كالعادة هو تعزيز الثقافة السياسية للإريتريين خاصة الشباب في المهجر. أيضاً إلغاء آراء مختلفة عن مواضيع مهمة جداً للشعب الإريتري ومواضيع تهم الوطن الأم، وأيضاً تثقيف الشعب الإريتري عن مواضيع شتى في والأوضاع الراهنة
في البلد، وهذا هو من أهم أهداف هذا البرنامج، وهو أيضا عودة الأمور إلى نصابها. موضوعنا اليوم مشاهدينا الكرام هو موضوع جدا مهم، هو عن السيادة الوطنية الإريترية. نحاول من خلاله إجابة سؤال مهم جدا، وهو هل السيادة الوطنية الإريترية مهددة؟ وما هي أسباب هذا التهديد؟ وإن شاء الله سنتكلم في هذا الموضوع. ضيفنا لهذه الحلقة الأستاذ زين عمر شوكاي من السويد. أستاذ زين عمر شوكاي، أهلا وسهلا ومرحبا بك. تشرفنا لهذا اليوم في هذا اللقاء. يشرفني أيضا أن أرحب بك، وإن شاء الله تعرفنا عن نفسك وتعطينا خلفية عنك بإذن الله. كبرى تحواتنا أحسن كله تركبوا بزوم بفيسبوك ترينا لكم كمان بيوتيوب. مرحبا خبلكم فتو، أنا حسبكم كوثر عبد الرحمن كاب أمريكا خينا نايلو معلتي. أخي أنا بأركز بزعبة ناي national sovereignty نسودما TR استنانين نايلو معلتي بزعبة أب لعلة ونتحقر إيرترا سقعت ألوديو ويس يلا نزي حطو زاخد من لسا كبر حونا. الأستاذ زين عمر شوكاي كاب سويدن لو معلتي كم قاشانا خوينو متقلو نزي عدمنا أخبرو ممتاو بتاعمنا موسقنو. مرحبا خبلك فوتو كم بحدش أستاذ زين عمر. كم أول إزي تريو زلخم ماي سينيت راديو أب فيسبوك متاكم هلو، كم أول أب يوتيوب حجي لايف تريونا لخم مالتيو. إتي قندي علامة نيزي نقرب لكم دلنا برنامج ويدما بروجرام انتايو اتي نجر نبور نبلاس نتي إرتراوي أبدأ زلو من أحمالتي بزعبة زلو خناتات أبعدنا خناتات لقدسنا كم إرتراويان نعو تفعل عجايش أمسينا بزعبون مايت نزاته مالتيو نخم أستمهرو فين وخطكم بأركسنا يلو معلت 5 حجز تأسكو بزعبنا هي national sovereignty نا إرترا لعلاونتنا إرترا إيو ناخ نزارب قدمنا أول مقتاونا. أستاذ زين شوكاي بزعبنا نفسها أوروب تفعلت أنا. تفضل أستاذ زين شوكاي، عرفنا عن نفسك. تفضل. شكرا جزيلا المهندسة الباش مهندسة كوثر عبد الرحمن، وأنا سعيد باستضافتك لي في هذا البرنامج. و أنا اسمي زين العابدين محمد علي عمر شيخ يعني، واسم الأسرة هو شوكاي. مواليد كرن، مدينة كرن. أب ل4 شباب، ما أقول أطفال، أصغرهم 14 سنة. أعيش في السويد منذ عام 1988. بداية عام 1988 دخلت السويد. من الناس القديمين في السويد يعني، يمكن أكون قضيت جزء كبير من عمري في السويد أكثر من أي مكان في العالم. أنا خرجت من إريتريا وأنا شاب يافع يعني 14-15 سنة إلى السودان كلاجئ، وبعدها توجهت إلى دمشق بجهود الشخصية. أخي اللي كان في السعودية حول لنا مثلا تذاكر، وحاولنا ندخل مكان ندرس فيه أنا وشقيقي الدكتور إدريس اللي هو أكبر مني، ووصلنا إلى دمشق وإحنا لسه في ريعان شبابنا. فالتحقنا بالمدرسة الإعدادية في مدينة دمشق، وأكملنا المرحلة الإعدادية والثانوية. المرحلة الإعدادية في أواخرها كنا، أنا كنت 8 وهو كان 9، وأكملنا الثانوية هناك. وأيضا قضيت أنا عام خدمة وطنية، وكذلك شقيق إدريس عام خدمة وطنية في الميدان، لما كانت جبهة التحرير الإريترية تسيطر في كافة الساحة الإريترية من دنكاليا إلى بركة والجاش. و يعني أنا كنت عضو في الاتحاد العام لطلبة إريتريا في فرع دمشق، وتمت تربية السياسية في هذا الاتحاد العام لطلبة إريتريا اللي كان عنده فروع في كل أنحاء العالم، في أمريكا الشمالية، في أوروبا، في أماكن كثيرة من العالم يعني، بما فيها طبعا ثقله أو مركزه كان في السودان وفي الشرق الأوسط يعني. والاتحاد العام لطلبة إريتريا فعلا كان مدرسة سياسية يعني، تربينا فيه. كنا طبعا بشكل من الأشكال مرتبطين بتنظيم جبهة التحرير الإريترية
إلا أننا كنا منظمة جماهيرية مستقلة تمارس عملها وتنتقد حتى بعض أوجه القصور في التنظيم إذا رأت ذلك. ما كان عندنا التبعية العمياء، ولذلك تربينا في جو ديمقراطي منذ نعومة أظافرنا. بعدها طبعا تخرجت من جامعة دمشق في قسم اللغة الإنجليزية وآدابها، وتوجهت بعدها إلى السودان للالتحاق بالميدان. وكان وقتها التنظيم الذي أنا أنتمي إليه قد دخل من الميدان بمؤامرة بين الجبهة الشعبية للتحرير الإريتريا والويان التجراي، الجبهة الشعبية للتحرير التجراي. وكانت هذه مرحلة من المراحل الصعبة جدا في حياتنا، كانت كملتزمين بخط تنظيم جبهة التحرير الإريتريا، لأنه مورست فينا خيانة وطنية. نعتقد إحنا يعني طعنا من الظهر، طعنا من الخلف بالتعاون مع تنظيم أجنبي هو يعني ليس تنظيم وطني إريتري. ثم بعدها أنا كان عندي يعني أنا كنت يعني مقتنع أن النضال الإريتري ما زال موجود حتى لو مورس فينا ما مورس من خيانة. واعتقدت لي في لحظة أنه أنا ممكن أخش الميدان وناضل في داخل تنظيم الجبهة الشعبية، ولكن لما وصلت السودان غيرت رأيي ووجدت أنه عندي صعوبة جدا أن أتعاطى. وقتها الجبهة الشعبية للتحرير كانت خرجت من تنظيمها من مؤتمرها الثاني، وقابلت المناضل الجبهجي الكبير إبراهيم توتيل في السودان، وتحدثنا حول مخرجات المؤتمر الوطني الثاني لتنظيم الجبهة الشعبية اللي انضم فيه فصيله اللي كان جزء من جبهة التحرير ساقم. وتناقشنا حول مستقبل إريتريا وحول تنظيم الجبهة الشعبية، ولكن كان عندي أسئلة وكان عندي قلق، فلم ألتحق بالميدان بالجبهة الشعبية. فاضطريت أتجه مرة أخرى إلى اللجوء واتجهت إلى إيطاليا، ومن إيطاليا دخلت السويد. وبهذا الشكل دخلت السويد واستقريت في السويد ودرست في السويد، أكملت دراساتي العليا، درست الترجمة الشفهية والمكتوبة، ودرست علم اللغة linguistics، ودرست أيضا International Comparative Education، وحصلت على درجة الماجستير في التربية الدولية والمقارنة. وحصلت أيضا على يعني باتشلر ديجري تقريبا في اللينغويستكس، ودرست أيضا الثيولوجي في جامعة أوبسالا غير جامعة ستوكهولم اللي هو علم اللاهوت. هذه هي خلفيتي الأكاديمية وخلفيتي العملية. أنا طبعا نشط أيضا في السنيد اللي هو الوفاق، وعضو المكتب التنفيذي فيها، يعني الكوردينيتنج كوميتي اللي هي اللجنة التنسيقية بتاعت منظمة السنيد أو منظمة الوفاق الإريترية. وأيضا نشط في مجال شبكة السلام في القرن الإفريقي في السويد لسنوات طويلة جدا، وعقدنا مؤتمرات ومناشط كثيرة. فأيضا اهتماماتي بالمنطقة، منطقة القرن الإفريقي، أيضا تعود إلى سنوات قد يعني تصل إلى 10 سنوات لورا يعني. فهذه اهتماماتي وهذه خلفيتي الأسرية والدراسية. وشكرا. بعزر زبالة بتقولين هذا خبرتي بدهرة بايتا. أوكي أحضر بلك نايتي. تمرتيسي أنا أبكرني توليدي أبو 4 من ساعة مبالي حي شيلة كاب كل عمر بال دكي عبيتيهم مالتي تزنع سي ودي 10 4 عام سلزخوني أبشويدن بش إنشاء تمتين 8 شمنتن مجمر تايعاتي نوي عامتات غير اللي مالتيو أبشويدن زغبر عامتات يبز خاب كله على حجرات أب سوريا دم ما يتماهيره أب سوريا سن صحوفن قوانقا إنجليزية أسنية دحريو دما السودان كيدا مالت تمرتيمس ودعكو ميدا حد كاتو حساب يرنشعو تاني زعابه كلن تاني السلف كلن تقعد له حرن ثيرسا ودب كم تاني زفلتو أين برن قبل أي كيلينية كم تاني زفلتو أين برن تعابي ودب تي ملا ميدا إريترا بزون ننزنبري بتلمت بكحدة بشان شعتمتن 80 حدن ني السودان مسأتوه دحريو تعنز فلتو دبعي نبرم مالتيو دحريو مال تعبابياي أب تقال حنة إريتراين بوليتيكاو من الملاناتي مالتي كاون شويدن مسئة مالتيو أب شويدن ون تمرتي غزيلة الناس رحكو باتشلر ماسترز ديجري غير مالتيو أب education أب ركاسي بحاسي روتي قبل زغل.
اوكي ناي بحق انا مسجنك استاذ زين بزعبا نفسك فالتكنا حجي توم دونجكم زعتكم مرحبا كلكم يفوتوا تي ارستنا لو معلتي اب لعلي لعلاونة هاجر إيرترا سقعت اللوجية تاع حتو تاع ارستي حجي انت خفلت ديلي قدم بزعبا كونسبت ناي لعلاونة هاجر انتي مالتي اوكي انتايو تي مفاهيم ما هي مفاهيم سيادة الدولة والشعب لو تفضلت اطرح لك هذا السؤال حتى نفهم ما هي سيادة الدولة والشعب. تفضل استاذ زين. نعم السيادة الوطنية او سيادة الدولة والشعب هو مفهوم تطور مع تطور الدولة الحديثة يعني، وعلى وجه التحديد في القرن الثامن عشر والتاسع عشر يعني تطور هذا المفهوم، وتطوره كان تدريجي، ولكن مش معناته أن المفهوم ده ما كان موجود في التاريخ يعني. في تاريخيا كان موجود هذا المفهوم بأشكال شتى يعني خاصة في الحضارات القديمة اللي كان عندها يعني سيطرة في رقعة جغرافية واسعة كالحضارة اليونانية والحضارة الرومانية والحضارة الإسلامية، وقبلها حضارة فارس وحضارة بلاد الرافدين والحضارة المصرية. كل هذه عرفت شكل من أشكال السيادة الوطنية أو شكل من أشكال سيادة الدولة إن صح التعبير يعني. لكن خلينا نتكلم في المفهوم الحديث يعني اللي يهمنا إحنا بشكل أساسي. أنا أعتقد المفهوم الحديث للدولة كما قلنا نشأ منذ القرن الثامن عشر واستمر يتطور في القرن التاسع عشر، والآن إحنا في القرن ال21 يعني. لكنه في عمومياته مختلف كثير يعني. المفهوم هو يعني عنده 3 مرتكزات أو عنده 3 أعمدة: وجود أرض، رقعة جغرافية معينة تحكمها الدولة، ووجود شعب في هذه الأرض، ووجود سلطة تدير يعني تحافظ على هذه الرقعة الجغرافية وتدير الشعب الموجود فيها يعني. والدولة أو السلطة السياسية اللي تحكم الدولة لابد أنه تكون سيطرتها مطلق على هذه الرقعة الجغرافية يعني بمعنى أنه يعني تكون يعني تحكم أرضها وتحكم شعبها ومؤسساتها وخيراتها يعني، وتستغلها لمصلحة هذا الشعب يعني. وهذه السلطة اللي احنا يعني قاعد نقول سيادة وطنية، يعني الدولة اللي تتمتع بالسيادة الوطنية لابد أن تكون مستقلة استقلال كامل يعني، ما تكون خاضعة لأي تأثيرات داخلية أو خارجية يعني. حتى الداخلية مرات تكون يعني مهددات داخلية مش فقط مهددات خارجية يعني. ودور الشعب يأتي كمصدر للسلطة في هذه الدولة، في هذه السيادة، في موضوع السيادة يعني الدولة تستمد شرعيتها من شعبها يعني، وإنه هي لازم تمثل كافة شرائح المجتمع تمثيل عادل بدون تمييز يعني. وأيضا من المهم أن نؤكد أنه الدولة بالتأكيد يعني في سيطرتها على أرضها وشعبها وخيراته ومؤسساته قلنا يكون عندها السلطة المطلقة، مش معناتها استبدادية يعني يكون في تقاسم في السلطة أيضا أو تقاسم في اختصاصات السلطة. أحيانا السلطة المطلقة أحيانا يفهم منها أنه نوع من الاستبداد، لكن الدولة الحديثة اللي هي يعني دولة وطنية يعني عندها سيادة وطنية على أرضها، عندها سيادة على أرضها، لابد أن يكون عندها يعني مختلف الاختصاصات داخل الدولة. يكون في جهاز تشريعي، يكون في جهاز تنفيذي، يكون في جهاز قضائي. وبالتالي هذا التنوع يعني هو تنوع ليس اختلاف سلطات، وإنما هو اختلاف اختصاصات يعني. بهذا المعنى نفهم الدولة أو سيادة الدولة أو السيادة الوطنية في أي دولة يعني. طيب إذا أحجز بالكايا بزعبة تي لونت ناي حنت هجر 3 عينت أركان ويدما بيلرز ألو قرب بتقرنيا دو تقلص أنانتهم ذي سمعوا كاين 3 أركان انتي مالتيو العلاونة هذا حاجة نقول كلنا انتي مالتيو العلاونة حاجة العلاونة ده حاجة سي 3 عندتها له زبل منتج له
حالي مريتيو زخون حاجرسي ناتو زونو مريت كله ولا تخالي قد داي دما حزب كله تهاجر حزب تزي هاليو بتي العلاونة أي مالا إني مالتيو سالساي دما حدا زم حادرو حيل كله ويسلطان كله زيوم سلسة قديتها أيو نحدا حاجر زببر زيوم الزبلوه حجي اتي ابتعد زول سلطان سي نتا حاجر كم حاضر له زخيل نتي حزب كم حاضر له زخيل ملو سلطان كله الله مالسي نتي مريت نتي حزبي نتي تكالات نتي صقاتات نيتعد كم حاضر تخلو كله الله تزي كوينو حاجر كون ايكن حاجر هي بحريو دما اتي ابتعد زم حاضر منجستسي نزع كخون الله كاب تسعنتات نيدق يكون ناي وشتي حج منجست كخونسي ولا بوشتو كمان كرجاجع الله نيدق تصابتها تراي يكون نتي العلاونة زسقو العلاونة ناي حاجر ابسقال زوردو ولا وشتون كله خيليو حجي ابتعد استكال سلطانون كم كبو نتهزبي وكالي كخون كخيل الله تزي كوينو وتوكلنا ندحر قدلو كوينو سون هذا نتي العلاونة نيتهاجر يقدلو معناتيو حجي السلطان ابتحاجر استكالسي ملو حيل خلو والله نبل كلنا سلسته جنافرات كله والله معناتيو إذا جنافرات الزي تفعلي منجستات يكون نبتوش تهاجر حدا منجست خلص حدا حقاقي يخون حقاقي عكالي يخون حدا دما فلسامي عكالي يخون منجست مالتيو برايم مينستر مس مينستراتو تسالساي دما نزع زخونه تكالنا يفردي خلو ابتهاجر قديتها إذا سلسة من الزمالي مستم قبل عدد تصنع سلسة مريتن حزبن سلطانن كما الأخرى نتي حاجر يقورون هذيك الحاجر سبب خمس ملك اعتراعيو قوم زخيل كابزي عند حد قال قدراتها خلوا بتحجر شجركم زلوا خنرد على النعمة هذيك لذلك مفهوم السيادة يتقدم مفهوم الدولة في رأيك أستاذ زين؟ نعم مش يتقدم ولكن هو يعني في تزامن بين الأمرين يعني وإذا ما تزامنوا الموضوعين يكون في إشكالية دائما يعني المفهوم يعني مفهوم السيادة يعني إلى حد كبير جدا أعمدته الأساسية هم الدولة والشعب ديل هم المكونين الأساسيين. الجغرافيا طبعا موجودة ولازم تكون موجودة الأرضية لكن الفاعلين فيها الجغرافيا ما تكون دائما فاعلة يعني دورها ما يكون فاعل العناصر الفاعلة فيها انه يعني يكون في تبادل الادوار بين الفاعلين الاساسيين اللي هم السلطه والشعب لازم يكون موجود بالدرجه الاولى. بعدين العلاقه بين الشعب والسلطه لازم تكون محكومه بالقوانين. اذا ما تحكمها قوانين يعني معناته عندنا استبداد وعندنا عدم توازن يعني. وعشان تحكم بالقوانين أهم وثيقة لأي شعب ولأي أمة هو الدستور. والدساتير عادة يعني تكون يعني حتى لو في أنظمة استبدادية أحيانا للتجميل للديكوريشن حتى تعمل دساتير يعني مش زي الحالة الإرثية يعني الحالة الإرثية حالة نادرة هي معظم الشعوب عندها دساتير يعني. وفي الدساتير في صياغة دستورية أنا أحب أقرأها كما هي يعني تؤكد دائما الدساتير باشكال شتى انه الشعب هو صاحب السياده وانه هو مصدر السلطات وانه يمارسها هذا الشعب سلطته من خلال المنتخبين او من خلال الاستفتاء يعني بمعنى يمارس الديمقراطيه يعني. فهذا هذه الصيغه الدستوريه جدا مهمه هي لاي شعب عشان نفهم انه في سياده في هذا البلد وفي سلطه في هذا البلد وفي شعب في هذا البلد ويتبادلوا هذه الادوار فيما بينهم يعني بهذا الشكل. ممكن يعني بعدين نتوسع فيها يعني في الدولة الحديثة وغيره يعني بس هذا المفهوم اللي
ممكن يعني الآن مبدئيا نقول أنه لابد أن يتوفر عشان تتوفر لدينا دولة يعني بالمفهوم الحديث. اوكي سلازي اتي قند نجر كنت زبالكايو اتي نيشن بيلدينج ديو تزامن كنو الله ويدما بحدا سخمت الله يخاطب لنا ذلها اعترف بالنا انتي ناس تجري زلو حتى قناتو سلازي تا قندي حتى اتي ناي كونسبت ويدما تي ارادا انا هنا اب العلاونتنا حنتي هاجر سيدي ان ثلاثه خمال الله وايلكا مريت كله له حزب كله له سلطه ويدما تي سلطان مالتيو بالتجرينيا سلازي قرب ابتينا تاريخ تاتينا كاب قدم دينيرو العلاونت كاب نبل ولا 10 سنشري ويس حدش كونسبتيو هل السيادة الوطنية كمفهومها كما نفهمها الآن هل هو مفهوم حديث أم هو مفهوم من قديم الزمن؟ لو توضح لنا هذه نبذة مختصرة عن تاريخ السيادة الوطنية أستاذي. كلمه بقانقاتينيا زي بالكو تي سيادة الدولة والشعب يعني قرب أبتاحين تخوبهم مغنيات بعرب سل زبالكو أدلاي خوينا تسمع عني تي تركبسي أب منغو سلطان هزبن أب منغو منغستن هزبن سي بحقي كخونا له حقاو نتكلبس كخيلا له كومو تزي كوينو ملكيز خون أب ملكيز لوات زحادي دحراي دما اتي ركب امونغ حزبن سلطان منغو سلطان زحازون دما بحق محاضر كخيل الله اتقندي اقداسي حقاونت ناي حدا منغستي دما عند دستور كله خلوي كونستيتيوشن مالتيو عند حق مالتيو حجي كونستيتيوشن كله خلو تحقر مبزحتو جزيه الكونستيتيوشن سي درجه تمساسالي اب قال كونستيتيوشن حجي انت يبل العلاونة ناي حزبي يبل حزبيو العلاونة زلو السخ ايو نتا سلطان زوبو السخ ايو نتا حاجر زم محاضره جن كم محاضره كله دايركت يكون زم محاضره بوكلتي زم محاضره زبل امر على مالتيو سلازي زيو ملكاوي سرعات كاب ديمقراسياوي سرعات زفاليو زي بريه بقانقا تجرينيا سلز دلخوا كالي اب تاريخ نيرزيو اي نبرن زبل حتو اغلب كندغي وقانقا عربن بتجرينيا نسون كله في الدنيا هو كاب تي امر من بعلو دولة زبال وين ما ستيت زبال سي حقي درجة بزحات كتقوموا جميرهم على بقانقا تجرينيا تي ناي عرب لون وورد كيرم دولة هم جميرهم على أنا هون كتكمل لها في الدنيا معناته من قصة هب دولة يفعلي دولة تي كل تكالاتها إيه من قصة تي حقق تي فسامع كلام ما بزحت بزي government حجي state and government يمكن فليهم كلا عندنا تفلي دما government تي عدز محاضر نجزيو عدز محاضر بحلف خاب ديمقراطية وسرعات تلاواتي سلزخوني جن الستيت تلاواتي يكون الستيت قوامي أبتا ستيت يو تي تفعل عليه سلفتات يكون تفعل عليه محبراوي تروم بالصوت محبراوي انتخابات يكون بحلاوي بوليتيكاوي كله حجي تا ستيت سني الساعة العلاونات ساعتها العلاونات كل وازلو اب لعلو خلن كالوت تكالات حجي اب تاريخ نيرودي اي نبرن زبل حطو اب تاريخ نيرودي جن كم ابنت نوسدنا ابنت مبزحت جزء قبصاويان ويكا اثيوبياويان نحنا حاجر ويدما ستيت ويدما منجستي زلنا نسرس شهر عام دوني قلت شهر عام كم خبلوا تسمعهم حجي زي تاريخ زي انت دا بتنقاقي رئينايو نيرو ديو اي نبرن زبل ابناء حتى ملكتي زعبتو نقستات نيروم يصفحفحون نيروم
مسكال أحزاب مسكالي نجستات نعوم زمسلو أبتورنت أو يبوجي أتو نيرم تسعبوتات نيرو قات نيرو يسفحفحوا يحرق دماء يشنفوا يبلسوا إزي نتي نكسنت وين نتي نقص وين نتي سوز حازو مريت بزي زمناوي أمر زلنا وبزي زمناوي أفلتو زلنا ستيت يخن بلو أزقامي زقون جن قلع بتفعل على ملك عتاسي قلع عينات ستيت نيرو تزي هون نيروس أي بس هنا زلنا أي بس إحنا نير حجي معباليتات الناو السخي النادر اللبي والدسب كل شيء كابتيز حلفنا تمهري أبز مزي جند حري ما بزحتو جزية ستيت سي بإيفوليوشن زمع بلا بريفوليوشن يكون عن زمع بلا فبصراحة بريفوليوشن زمع ستيتس كم تأب دي ناي إيسترن بلوك زرعنايو فريسن مغنياتو زفرسن مغنيات ندد على هوينو زي حادك فالنا يتحبر السب بروليتاريا ديكتاتورشيب زبل ابنت تبعي سرحتنياتات يوم زوزوا حادة بارتي ديمقراسي زي بلو كم زعين ستيتسو نيرو نوح عمدات أي جبرن حجي فريسو مجملة تسعات يفريسو حجي تي أمرنا ستيتسي حدا ملك هزلو كمزي ستيت كمزي ها بحدا عين الديفينيشن كتقربه وبحدا عين تشمه تقربوش أزقامي جن بتاريخ نريو إنما عبال زخيل زلو أمر وإنما عبال زخيل زلو تحس زلو نجار مخالوجن يرد عنا يو كم حدا حاكم عليكيو أقول بالعربي الكلام ده معلش انخرطنا في التجرينيا نعم الدولة يعني كان السؤال تاريخيا كيف تطورت الدولة فأنا أعتقد الدولة تطورت عبر التاريخ عبر مراحل تاريخية فكان عندنا إمبراطوريات وكان عندنا حروب توسعية وملوك استبداديين وكان في طبعا مثلا لو أخذنا القرون الوسطى القرون الوسطى كان فيها يعني في أوروبا على كل حال كان في 3 سلطات سلطة الكنيسة وسلطة الإقطاع وسلطة الملك وتصارع هذه السلطات تسارعت من بينها فأوروبا واللي هي النيشن ستيت تطورت في أوروبا لما تطورت هذا مفهوم النيشن ستيت في أوروبا ما الذي حدث؟ الذي حدث أن الشعب انتفض وحاول يغير من واقعه فأول حاجة حاول يتخلص منها هو استبداد الكنيسة واستبداد الإقطاع لازم يتخلص منهم يعني فتحالفوا مع الملوك الملك ما هددوه او ما جوه في حظيرته يعني حاول يتخلص من سيطره الكنيسه في البدايه ومن سيطره الاقطاع وهادنوا الملك هذه المهادنه ما كانت تعني انه كانوا راضين عن طبيعه حكم الملوك الاستبدادي لكنهم يعني حاولوا يعني يختاروا بين اخف الشرين او اخف الاضرار يعني. وبهذا الشكل كان تطوري يعني ايفوليوشنري ما كان ثوري ريفوليوشنري يعني ولذلك راينا في الدوله الحديثه عندما تطورت الدوله في اوروبا وبدات تنشا مفهوم النيشن ستيت او الدوله القوميه في اوروبا وقتها مباشره بعد فتره في الاربعينات تزامن او في بدايه القرن العشرين يعني 1917 حدث الثوره في الاتحاد السوفيتي وبعدها اصبح في بلوك يعني معروف بالدول الشرقيه والدول الشيوعيه هذه الدول لانها كانت يعني دول ثوريه جت عن طريق الثوره وتؤمن بالحزب الواحد وتؤمن بديكتاتوريه البروليتاريا وتؤمن بسيطره العمال في كل مفاصل الدوله وباسم العمال يحكم حزب واحد هذه لانها كانت دول ثوريه ما صمدت يعني لكن الدوله اللي جت عن طريق التطور الطبيعي الايفوليوشن ثبتت وعندنا اليوم في اوروبا الغربيه هذا النوع من الدول والدول الاخرى اللي كانت خاضعه للاستعمار حاولت تقلد هذا النموذج يعني فعندنا اليوم الدوله بهذا المفهوم حتى في افريقيا وفي اسيا وفي امريكا اللاتينيه هي عباره عن تقليد لما استحدثته الحضاره الغربيه لشكل من اشكال الدوله يعني. اوكي. زي قرب ترجمت بلنا حتى بالكاب بالتجرينيا تباهينا لو السبابق ايه ده امبر يعني اجتي ايفوليوشن ريفوليوشن ديو تعشمو تباهينا يا رب تجرينيا هون
حري طبق حري. السؤال التالي هو تحدثت عن مفهوم السيادة والدولة والشعب وأركانها. ما هي شروط السيادة في رأيك أستاذ زين؟ هل في شروط لهذه السيادة؟ نعم، خلينا ناخذ نموذج إريتريا. تفضل. السيادة عشان نفهمها في سياق وطني إريتري، يعني عشان مرات كثيرة عشان ما يكون يعني كلامنا نظري. هل في إريتريا في سيادة؟ هل الإريتريين عندهم سيادة وطنية؟ هذا السؤال، الإجابة على هذا السؤال إريتريا هي أول حاجة دولة يعني نتاج استعمار غربي. في لقاء سابق أو في محاضرة سابقة قلت أنا واستعرت، وفي في مؤتمر شاركت فيه استعرت تعبير للدكتور إدريس موشي، وقلت هل هو استقاه أم ابتكره، ما أدري، لكن كان يقول هو الاستعمار الإيطالي ما أوجد الحدود ولكنه لم يوجد الجدود يعني. وبالتالي إريتريا الحالية هي بامتياز هبة لهذا المكون الاستعماري، يعني بمعنى الاستعمار الإيطالي لعب دور جوهري، لعب دور محوري في تكوين إريتريا. لكن هل الإريتريين خلقهم الإستعمار الإيطالي في أرضهم وفي بيئتهم هذه؟ لا، على الإطلاق. يعني هذه الشعوب كانت عايشة وكانت عندها يعني ممالك وإمارات عبر التاريخ، وكانت تدير نفسها بنفسها بأشكال شتى. لكن الدولة الإريترية الحديثة تكونت نتيجة قدوم مستعمر إيطالي ضم أجزاء لم تكن في يوم من الأيام كلها موحدة، ضمها في كيان واحد، وأنشأنا بهذا الشكل هذا الاستعمار الإيطالي. ونحن نعتقد أنه هذا هو نصيبنا. يعني الآن ما نستطيع أن ندافع عنه من تاريخ وما نستطيع أن ندافع عنه من كيان هو 130 سنة اللي استعمرنا فيها الطليان وحددوا لنا هذه الجغرافيا. يعني هذا إريتريا ليست فيه استثناء. يعني إريتريا بالمقابل خلينا نقارنها بدول الجوار. يعني دول الجوار أيضا نشأت بهذا الشكل. يعني إثيوبيا نفسها بشكلها الحالي وبجغرافيتها الحالية وبخريطتها الحالية نشأت إلى حد ما متأخر عن إريتريا من 6 إلى 7 سنوات. يعني لأنه منيليك بعد ما وقع اتفاقية وجالو مع الإيطاليين ويعني تفهموا أنه لا يعتدى عليهم ولا يعتدوا عليه ولا يعتدوا على ما هو وراء مرب ملاش. يعني ما يتعدوا الإيطاليين وراء نهر مأرب أو مرب. يعني هو بدأ، وكان مشروع الاستيطاني كان بدأوا قبل هذا التاريخ، بدأ يتوسع. يعني وبالتالي نشأت إثيوبيا في هذا التاريخ تقريبا زينا، ونشأ السودان المجاور من الناحية الغربية لنا أيضا بنفس الطريقة، وجيبوتي ما نشأت إلا كدولة إلا بمساومات بين المكونين العفر والعيسى، وفي عام 1975 استقلت قبل إريتريا تقريبا. هذه هي الدول المجاورة لنا بهذا الشكل نشأت. يعني فالدولة الحديثة لو أخذناها مثلا، ما هي شروط السيادة فيها؟ الأرض، الشعب، السلطة موجودين في إريتريا بهذا الشكل. يعني ولكن تنقصنا يعني في تكوين الدولة التي تنقصنا يعني قضية محورية وأساسية، هو غياب دور الشعب. الجغرافيا موجودة والسلطة القمعية موجودة، الشعب ليس له أي وجود في إريتريا بالمعنى كمصدر للسلطة وكمصدر للتشريع وكمصدر لأنه ينتخب ممثليه وينتخب من يحكمه. يعني هذا غائب في إريتريا، وبالتالي السيادة الوطنية الإريترية منتقصة أنا في نظري بهذا الشكل، بهذا المفهوم. يعني أنا حاولت يعني أطبق على أرض الواقع ما هو شروط السيادة. يعني فمن شروط السيادة تنقص مساهمة الشعب في الحكم في دولة زي إريتريا اللي احنا ننتمي لها، واللي احنا أيضا في صدد العمل لتغيير هذا الواقع. أشكرك أستاذ زين. إتي عندي نجار وديلو نازلو نحن كم إريتراويان
منتي العلاونات نائرة راخم الرقاقط إتي تساتفنت نايت السب نايت الشعب نايت هزبي زي ما هلاوي الكائزد ما كم زبالك هايو إتي ناي العلاونات حاجة منتقصة يعني السيادة الإريترية منتقصة أنت عينت نزسي كالوت هاجرات بس حلف الله خمسنا احنا وانت عينت يفوصل لو نزي كبلات ما هي الأشياء التي نستطيع أن نعملها أو في قدر الإمكان استطاعة حل هذه المشكلة اللي هي دولة أو سيادة منتقصة من حيث المساهمة الشعبية التي تنقصنا في هذا الوقت. جميل. كل مرة حنرجع باللغتين وحنتناوب ودي حاجة كويسة هي، لكن أنا أعتذر سلفا للأخوة المستمعين باللغة التجرينية إنه أحيانا بتكون تغلب عليه الثقافة أو اللغة العربية، واللقاء ده من المقرر كان إجراءه باللغة العربية، ولكن عشان تصل الرسالة حاولنا نجعل منه ثنائية اللغة يعني. في قضية طم تقريبا بزاره قرب حسرتات في اللغة إليو بغانقو عربي لرتمدب دحرايقن نمنتاي كلتا أو غانقو زيني قورة تباهيلوس بتقريبا عربن كنا محاضرة ويكن كنا قورة نفتن على نامل هجي نمنتاي تي قدلت زلو إلى بغانقو عرب تزاريبا نيري نعاد قرب جلسة تقريبا مفتحو نيري هذا هزبسي هذا هاجرسي انتاي مزخونيو لعلاونة زمالي إلى نيرا حفتنا كوسر حجي كم تقدر نحكي استقصنايو حزب مريتن سلطان مزهلوي منجست مزهلوي إلى نيرنا حجي خم أبنت إرتران وسدينا إرتران تدا خم أبنت وسيدنا يا أب إرتران زلو سرعات لومي نزل سلسة يمالي ديو أيمالي إن إلنا بتنقى عن تداري نايو مريت علو مريت إرترا علو تحرايد مناس إنه تعرق يصير برفرندم حزبون علو يبعدنا منجستون علو يبعدنا جين تقوديلو نازلو إرترا بحزبي زي محاضر بحزبي زكايد بحزبي بوكلنا حزبي كجزءنا زلو سرعت يبلنا ولا برلمان يبلنا ولا كونستيتيوشن يبلنا حجي تساتفنتنا حزبي بخير له بإرترا السبب بيقولوا سنة زلوا دماء يو نحن كلنا نتكالس زلنا ولا زلوا من قبل زلنا سي كسب كندينا يو أسقعيني لعلاونة إرتراز بالأرسي من حالنا شكل سنة زلوا عدنا إنا إلا يدامبر كمزي نفانتاسي ويدماني صغيرنا نزربا أيكوننا نزرب زلنا سلزي تي لعلاونة ناي حجر بوديلو زلوا انتهى لنا انتدأ حتيتنا تساتفنتنا حزب سلزي اللوي حزبي وكلنا حزب سلزي اللوي أبعدنا زلوا ملكاو سرعة سلزوقبني حجي إذن انتهى رئينا أبعدنا زي تمالئي لعلاونة يزلوا بحجر إيرترا ورقي كاون لعلي بقام بعرب زي بالكوبتين ياهم لزفتو بلعلاونة ناي حجر إيرترا زد تعالى كمار دساوت سرعات يزلنا هاجر إيرترا كم عين السرعات كله كخلوا كل شيء حدا قال ضخام هذا حجي نعون بعتوب النت كن حسب لهم كن قاومون كن سقعات كلونا بحرياوي لدينا في إريتريا الآن سلطة مغامرة وسلطة مقامرة بالقاف أيضا يعني من القمار يعني وبالتالي السيادة الوطنية مهددة من هذا النوع من النظام باعتبار أنه هذا النظام لا يؤمن بمشاركة الشعب بل أحيانا يقامر وليس يغامر فقط يقامر يعني بمستقبل إريتريا وبوحدتها وبسلامة شعبها وأراضيها وبحرها وجوها فهذا النوع من الأنظمة عندنا يعني في إريتريا وكمثال إريتريا جبناها لأنه يهمنا ما يحدث في إريتريا. ممتاز جدا شكرا لك. ذكرت عن صيغة الدستورية وكيف أن الدستور يعامل الشعب كله في نظر الدستور الشعب يكون متساوي
فسؤالي هو ما نعني بالمساواة أمام القانون من الناحيتين النظرية والعملية؟ ما هي المساواة أمام القانون أو أمام الدستور في رأيك؟ نعم المساواة أمام القانون من الناحيتين النظرية والعملية ممكن نتكلم. أول حاجة ما هي يعني المساواة أمام القانون مبنية على إيش يعني؟ ليش الناس تتكلم عن المساواة أمام القانون لشعب أو أمة معينة أو بلد معين يعني؟ هذا ارتكازا إلى إعلان حقوق الإنسان العالمي اللي تم إقراره سنة 1948 من الجمعية العامة للأمم المتحدة. ماذا يقول هذا الإعلان؟ هذا الإعلان يقول كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة دون أي تفرقة من الدولة التي تحكمهم يعني. هل هذا يعني هذا من الناحية النظرية أي دولة محكومة باعتبارها عضو في الأمم المتحدة محكومة بهذا النص. هذا النص لازم يعني تطبق على أرض الواقع، وإذا لم تفعل الدولة المعينة هذا الأمر وهو أهم بند الإعلان العالمي لحقوق الإنسان معناته سيادتها يعني أو شرعيتها مشروعيتها منتقصة هي هذه الدولة يعني. يعني مفهوم الدولة بهذا الشيء أصبح يعني سيادة الدولة أصبح مقيد وليس مطلق بقوانين دولية وبأعراف دولية. ف يعني المساواة أمام القانون تحتم على الدول إنه أول حاجة تكون دولة لها دستور، تكون دولة أو يعني أجهزة الدولة من برلمان وحكومة تكون مختارة من الشعب. وهذه الشروط إذا استوفت الدولة يعني بالتالي تكون هذه الدولة يعني يعني واحدة من الدول اللي ممكن يعني يقال عنها دولة تمثل شعبها. عشان كده المساواة أمام القانون بتكون متوفرة لشعبها، لأنه هذه الدولة تحكمها القوانين، وهذه الدولة ملتزمة بحقوق المواطنة، وهذه الدولة محكومة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان اللي يتضمن 30 نقطة فيها يعني كثير من الحقوق. ونحن في الوفاق رأينا أنه في دولة زي دولة إريتريا عشان نجعل من مثلا قوانين حقوق الإنسان سارية المفعول وموجودة عندنا، احنا بنناضل من أجلها ونلتقي مع الآخرين في النضال من أجلها ونشترط على الآخرين النضال من أجلها. نحن أيضا رأينا أنه في أشياء تخص إريتريا مثلا زي قضايا الأرض، قضايا اللاجئين، قضايا القوميات، كل قومية هي اللي بتحدد هي قومية ولا ما قومية يعني. قضايا اللغة في إريتريا، ثنائية اللغة، مع الإقرار بأهمية تطوير اللغات الإريترية لغة وثقافة يعني المجموعات التي تطور نفسها يعني. قضايا التنمية المتوازنة في كل إريتريا، هذه أيضا هي مفاهيم سيادية هي يعني. لو نظرنا إليها من يعني نظرة حيادية يعني تعتبر مفاهيم سيادية. أنا أحب أقول هذا الكلام بالتجرينيا أيضا. تفضل يعني. بس بالتجرينيا نعيد السؤال عشان الناس تفهم. والسؤال كان ماذا نعني بالمساواة أمام القانون من الناحيتين النظرية والعملية؟ تترجمها وبعدين نختصر. انتاي مالتيو معرنت أب كدمي حقي أب تكبرن أب تحساسبان مالتيو من الناحية النظرية والفكرية يعني والعملية. أنا انتهي لي زي كم اللي شغل له كد ما قدادم بشحن 1984 زي ضغطوا يونايتد نيشنز حبرات هاجرات تعشموا له نايدك سبات مسألة زحلو ديكلاريشن ويدما إعلان ويدما انتهي مخرور بتقرينيا السود ما انتهي زبل دك سبات أبكد محقي خلاتهم حادق يوم الزد ما بيقبوا كستما قرون كستنا معلتاوه هوتهم
كرئ له حجي بزي فلالاي بعالات ديو بهيمانات ديو بحبر ديو بزي فلالاي سي دك سبب كبرتهم كحلو ولهم مسالاتهم كحلو ولهم أبكدني حجي حادي بحاد عين الرأيو حادي كابتن عبيت مسالاتنا دك سبب كابتن سلاسة ناي يونايتد نيشنز ديكلاريشن مشان تعتمد سنة بعد صدقائن حجي نحنا نزي أبقبل خنو علن تدا أدرينا حجراسي نزي ختجبرا اللون مالتي أبلنتنا يونايتد نيشنز سلز اللون نزي مزية تجبرا أب عالم لهاوي الرئاسي يخوننا نائم حجي كم حجر إرترا أب كمزي عزقت يا زلا كمزي أب كمزي كنا نحن نزلنا هم إرتراويان هاجر ناسي تخيل أي كبرتها حلوتنا على مالتيو العلماء نتاح كتحلو بقول سلزي حاجتنا هزبا يكون نتي محضرة يتحقق حجي لخمسة مسألة أمر أبقبر كترجمه لها حنت حجر نتوم أبأز أمتو زجاتات بحاد عين خطرهم تزيك إلى بحجر كمان كتب له يتسجل مكان أب إرترا زلوا دما لك خمسة عين السرعات زلنا بقوم غنياتيو أب تفعل اللي شنخاتي زي كيدي كونن ودسبسي أو دما حجراسي كيد يقيدا لهم على الديو بزي ناي human rights هو قيدا لهم بو زي تغيدا أب عالم لخاوي تعشمو international community سجم كلون يخيلوا إرترا دما بقوم خنياتيا بزح سجمات زلوا مس international community حجي أب إرترا نحنا كم هذا حزب خدم محاضر زفك دلنا هونتات سلازي رخرنا هنا نكال زلنا عندنا إلنا نحنا 50 حجي انتهى غيرنا مالتيو نتي نا يونايتد نيشن الثلاثة نتبتاسي مسأل إرتراو لهم قبرو حمشت نتبتات اتينا مالتيو تنحمشت نتبتات انتهيا إلنا انتدى حتيتنا سدنياتات هوا قرمكم اللسو بحيرات نفسن كوكلا منقسي أبناء بحر حتى زقتوا نقر يبلون بس يكون زوسن من يبهر من يزي بهر قانقاتات علاقان قانقاتات كلون تحجر بحريان سلزخوني زد ما نتن زلوا قانقاتات كارود كدوقسن ما نتزي كونس السنون كم عبلاقين هذا هجر زقبرو علاق قانقام الزلويو أبي إرترانهم يلن علاق قانقا كلونا نكارس علينا مالتيو تقرينيان عربن بأخر محادر معروي زي زنبع أما حادرة كله بعدنا كل حزبنا بحادث اللعل كل حزبنا بحادث معبل إذا كل زمالي منقستي كنت كل نسأل سلزلنا ناتي ناي يونايتد نيشن الثلاثة نتبي حمشت نتو استخنا لنا إلنا نزارب كلش عن إحنا 5 تاويان مالتي كم وفاء السطر زي كونس دارجة حجون زنا العلاونة أمرون كنا تاتوهن في التنينة مغنياتو السون أجد سنة يركب سلزلو أبتي هلو كنا تاتنا هاجري إرترا مغنياتو بزح سجعتها سلزلنا بزعبة حطنا العلاونة. أوكي أشكرك الأستاذ زين. ذكرت أن هذه المساواة أمام القانون مهمة جدا، وسؤالي لك هو ماذا يحدث لهذه البلدان عندما يتصرف البعض في هذه الأوطان وكأن لهم حقوق أكثر من غيرهم، يروا أنفسهم كأنهم أعلى من الآخرين؟ ما هو العمل وكيف نعالج هذه الظاهرة؟ هذه الإشكالية. نعم حقيقة هذه إشكالية أختي كوثر، ونعم لا تعاني منها إريتريا فقط بل تعاني منها كثير من دول الجوار حتى. يعني أنا أعتقد لما يكون في يعني طبيعة النظام السياسي طبيعة ظالمة تتولد مثل هذه المشاكل في أي وطن. إريتريا مشكلتها كانت دائما خاضعة للاستعمار، يعني شعبها لم يتمتع في يوم من الأيام بالحرية يعني. وعندما حقق استقلاله وكان يعني يطمح ويأمل في أنه حيتحرر
مش فقط يستقل من دول الدول الاستعمارية، دخلنا في نفق مظلم استمر، وكنا ما كنا نعتقد انه حندخل في هذا النفق، ولما دخلنا فيه ما كنا نعتقد انه حيطول هذا النفق المظلم. فدخلنا في نفق مظلم من الديكتاتورية طالت الآن 3 عقود. ففي بلد زي إريتريا قاعد تعاني من ديكتاتورية 3 عقود. الحديث عن هيمنة لثقافة معينة ولدين معين وكذا أصبحت واحدة من المشكلات التي نتحدث عنها بشكل واضح يعني. وهذا مش مشكلة إريتريا لوحدها، خلينا ناخذ دول الجوار أيضا يعني. دول الجوار القريب أيضا عندنا في السودان مثلا النخب النيلية، يقولوا دائما السودانيين يشتكوا يعني في دارفور وفي الشرق وفي جبال النوبة وفي كردفان وسابقا الجنوب لما كان جنوب جزء من السودان، يشتكوا من وجود نخب نيلية الشمال النيلي اللي كان تحكم السودان ويتعاقب في حكمه يعني، وفسدوا وأفسدوا السودان يقول. يعني السودانيين يشتكوا من هذه النقطة. وأيضا في إثيوبيا كان في دائما شكوى من أنه النخب الأمحراوية ظلت لعقود طويلة جدا تبطش بالآخرين وتحكمهم بقوة الحديد والنار يعني. هذا النوع من الممارسة يورينا أنه فئات معينة من الشعب تعتقد أنه هي أحق بحكم البلاد أكثر من غيرها يعني. وهذا طبعا خلل كبير هو في مسألة السيادة الوطنية نفسها يعني. وواحد من نواقص السيادة الوطنية هي شعب يعني عشان يحكم نفسه بنفسه لازم كل الفئات تكون مشاركة في حكم البلد وفي اختيار حكامهم وفي المصادقة على قوانينهم وعلى دساتيرهم، ويجدوا أنفسهم ممثلين في كل مستويات الدولة، في الوظائف العامة، في البرلمان، تفتح لهم مدارس، تفتح لهم مستشفيات، عيادات. كل هذه ليست موجودة في دولنا. وفي إريتريا يكاد يكون هذا النموذج أكثر سوءا بكثير من دول الجوار يعني. فحقيقة هذا ناتج عن استبداد زائد هيمنة ثقافية معينة خاطئة. أنا لا أقول كل الذين ينتمون إلى ثقافة معينة هم مسؤولين، سواء كانوا في الشمال النيلي أو في إريتريا في الهضبة الإريترية أو في الأمحرة أو كذا يعني. لا، هذا الشيء يعني لا يجوز تعميمه، ولكن كواقع الذين يحكمون هذه البلدان بالحديد والنار والذين يبطشون بالفئات الأخرى على الأقل عندهم هذا الوجه يعني يعكس هذا الوجه الثقافي الديني اللغوي المعين يعني. وهذه إشكالية هي في أوطاننا عامة يعني. سوري تحدثي بتقرينا حتى تخينا انتهت بالنراء ماذا يحدث للبلدان عندما يتسافر البعض وكأن له حقوق أكثر من غيرهم. قال يوم عدتت example ناي specific تبنهم أنا يدلن قل انت دا قال يوم سبعت كالقدنا لعلي نحن عمسل علنا زبلو انت دا أخوينونسي كما يوزي نقر تريقو بعينها أب ناي لعلا ونبكن زاربهم خلا خمين قر كازو خلت أسرو تخل يا تحطو كتم اللي سابة حجز الكلام كم اللي صاحب الدنيا بتي بعمق عرض والكوب بحس رزق الجواب هو تقول دايسي من العلاونة نحكر أسكعي سلزقونين عن العنز لنا هجي حدا هجرسي بحاد جلي وي بحاد هيمانوت وي بحاد قانقوا وي بحاد بهر وي بحاد كجزعسي رتعاوي كونن فتحاوي كونن نبعلو زعبي قدلت نتلو أب هجراسي كم عينت محدرة مزهلو السودما التملكي أبتحجر زلو كتقوم له خم مسارعي في الدنيا مالتيو يعلو أبحجر إثران لومي أولو أبكال حجرات كي نيرون اللون كم أبنات دما انتاي وسيطة مالتيو نعانا زقرة بحجرات كم بعد السودان حجي دك سمين السودان توم نورث نايلوتيك إليتس زبهالو بقانقوا إنجليز النخب الشمالية النيلية الشمالية بهال توم سمين السودان زقمتو موائلهم أبسلطان يوم نيرون السوم نتخالي أحزاب نتخالي كفالات نيهاجرية السودان أيساتو فوون
كم دارفور كم مبرق السودان كم دبوب هذا حسب كله اب قوتات نينوبا زبال شمال جبال النوبة اب كردفان اب تفلالي كفالات ناي سودان سي تساتفنت اي نبرن اسو سلازي نبرئيو كل شعب شجر زودت هاجر اب عزق زودت لك كومو اب اثيوبياون كال اي تي غوربيت هاجرنا ولا بجيبوتي خي ترفه عيسى عبلالنت اللهم حجهم ابنت نتوم عفارسي سقيتهم نعوم صعبه اجام صعبه سلطان ابيدوم جبيتهم يقصلوا له كاب شحن ساعتين ساعه 5 ناس مسكون جيبوتي حسابلون كم ز عينت نتلو على العلاونت اسقائي سلازخونينا نعلو زلنا إلنا كم ز محدرازي زي نتي العلاونت يسقو العلاونت اسقائيو كمون نتي فتح زي فتح هاوس اما حادراي زي مسالكا نتي نبعلو نتي حدنت نيتهاجرن نتي اب مونغو اتوم نتهاجر حدث قبروا كفالات نعب خلاعل زخل نجر سلازخوني زي كم معرار زلو عر زلو قداي كم زغل سلاي كلني سلازي انا ابزي نلعلو زلنا مالتي. شكرا جزيلا. حنتي maybe أي ترجم كان تدخل أستاذ ما ذكرت إنه هذه الإشكالية ناتجة عن استبداد وهيمنة قومية محددة فوق قومية أخرى. لو القوميات الأخرى إليه مثلا مجمرة تدخل له الذي يلنا بإرترا هو اللي زخم زعيم قبلنا إليه هجي كم عرار اللو دما إليه أمود على زرباي ترى سبيل كله مالسي كل سب هذا بجاملة كم زيو الكام الزراب كنا يكونن أعجبونا يكونن سلازي بهرة تجرينيا ويكبسا وكل ديو أب هزبا جنبار عدم حزز جزء زلو الكام يكونن كم يكونن جن عبلنا حدا قنقع عبلنا حدا بحلي عبلنا حدا هيمنوت ولا بتي تي في 3 او ولا بتي بريزيدنت ما يتحاجر إيرترا انترفيو خوز كله مدرخه كله بحدا قنقع بحدا نحدا حزب الزارب زلو يزمسل خالي زي ردو ولا يرد ايو انتي كم عينت اقوام زلو يزمسل تسرعات حجي يتقوم له تسرعات نزي خمسه مساله كما بنت حجي حدا ودنارا كما بنت خمس لكم زفتو ابزي نزارو زلنا انتايلو اب بارنتو سني اب كند بنارات مهورنا بتجرينيا مهرونا ايدو نحن بعربي نقدم هندلي جن عرب اي تمهورنا زلهم خلاص بتجرينيا زي تمهورنا ايدو نمنتاي بتجرينيا تمانده تجبري لهم الى حاتيتو نتسب مالتي هم كوميل نتحالافي يلو صباح أنا ون لك كما هم عدل كلوني أبتكالات ناي منقستي سرح كركب يلو أبي يلو أبي سمرة أنت مسك أسمرة يلو أنت هاد قبل تمسس أسمرة حجي رأيه زي خمس عينة تتحساسبها زلو زلو زنبع زخون محدرعي زلنا بحقرنا مالتي كمزي نخمزي كنعرينا نقال الزلنا كمزي نغيه هلوين نقال الزلنا سلازي تهاجرسي بحدا من قبل تنفراي كلنيو بحدا بحير وي بحدا ودب وي بحدا بارتخي كما حاضر كلنيو بحدا سبعي زم حاضر زلولومي بخم حاضر كلنيو نعوينا نزخنا لقيسنا نقال زلنا فتحنا مسد دماينا نقال زلنا سلازس زي اقداس حطيو صبلالنتنا حدا بحير وين حدا بحلي وين حدا قنطا كله صبوا يكون نتحجر بحلفي نشتي حجر كم إيرترا زكل بزحلنا زلوا بهيمنات يكون بقنقا ببحلي كل سبسي مسروح اللولس جديتاي ما أدري بالعربية ما قلت هذه الأشياء لكن يكمل بعض يعني في نهاية المطاف نعم ما نقدر نقول كل الأفكار بالتساوي باللغتين. اوكي
هذه السيادة الوطنية الإريترية التي نتحدث عنها اليوم وموضوع مهم جدا أستاذ زين. هذه السيادة ما هي هل هي مهددة؟ هذا هو السؤال الرئيسي. وما هي هذه المهددات؟ يعني لو سمحت نتكلم عن هذه المهددات حتى نعرف نعالجها إن شاء الله. تفضل. ما هي ما هي هذه المهددات؟ يعني 1 2 3 دابل كات نقرن انت اسقاز خونه نتحدث ما قدمنا نفرقوا ما تحريو نفتي ملصقناته. تفضل. تسترجمية ويس أسترجمان واحد. نعم. بناء على ما تقدم تقريبا كلنا تكلمنا عن السيادة الوطنية، فالآن يبدو أنه يعني جينا للعنوان بتاعت الأمسية هذه. هل السيادة الوطنية مهددة فعلا؟ وإذا كانت مهددة ما هي المهددات؟ أبتي كندي نايلوم مشيت مزاربينا مسينا زلنا خوي نسمع عن حجم وداتا كونسرت حتى النغلة قبل عد العلا والنت هاجر إيرترا سقعت على اللودو انتلو انت يمثل نزل الحطة كم اللي شغف الدنيا وعنك عارون تكرينيان إذا أجد نت بس لزخونت بالنت بتاعك من اللي شغف الدنيا مجمع أو يعني البداية أنا أعتقد طبيعة النظام السياسي القائم في إريتريا ده أكبر مهدد. هو لما يكون عندك نظام سياسي ظالم، نظام سياسي باطش، نظام سياسي لا يؤمن بالحقوق، نظام سياسي ليست لديه مؤسسات، نظام سياسي لا يساوي بين المواطنين، نظام سياسي يعني مبني على انتزاع السلطة وكل من يخالفه إما في السجون أو برا البلد يعني. واللي موجود في الداخل يعني زارع فيه يعني يحكم بأسلوبين: أسلوب فرق تصل كستان أسلام متحد كبسة جبرتي ساهو عساور تاقل من النابلكة نعبخت العائلة من جوزبي. يعني هذا النوع من طبيعة النظام السياسي اللي عندنا يعني. أيضا النظام السياسي مشكلة هو يعني، لكن طبيعة المكونات نفسها ببعضها البعض يعني. نحن كإريتريين ما نعرف بعضنا بشكل يعني جيد يعني، فطبيعة المكونات أيضا واحدة من المهددات هي يعني. هذه المكونات إذا ما أرست فيما بينها ثقافة التسامح وثقافة التفاهم وثقافة احترام الآخر، أنا أعتقد أيضا إحنا يعني بنشكل بتصرفاتنا كمكونات مهدد آخر بالإضافة للمهدد تحت النظام، وهو أيضا يعني حيستمر يستغل هذا النوع من التفرق بين الإريتريين يعني. أيضا من المهددات الخطيرة طبيعة الصراعات الإقليمية في منطقتنا يعني مثلا في منطقتنا في صراعات ونحن كإريتريين طبيعي جدا نتأثر بها يعني، ودي أيضا واحدة من المهددات يعني. فما حدث في تجراي مثلا اليوم شق الإريتريين بشكل عمودي لشقين يعني. في ناس يروا إنه هم يعني يمكن يعني وصل بهم الحد إنه يبكوا على مأساة تجراي أكثر ما يبكوا على مأساة شعبهم اللي عمرها 30 سنة يعني. هذا النوع من التصرف يعني فعلا يورينا إنه فعلا في تصدع في فهمنا لنفسنا، في فهمنا للوطن، وفي فهمنا كمكونات واحترامنا لبعضنا البعض يعني. فقدنا هذا الاحترام يعني. أيضا في أطماع إقليمية ودولية في محيطة بينها يعني. هذه الأطماع الإقليمية والدولية واحدة منها أطماع التجارب في إريتريا، أطماع الأمحرة في إريتريا. وأنا يعني أتأسف جدا أنه أقول الخطر في إريتريا يعني إلى يومنا هذا على كل حال ومن تجاربنا قاعد يجينا من الجنوب يعني، قاعد يجينا من الجارة إثيوبيا يعني. فالآن في هذا الوضع الراهن في مهددات على السيادة الوطنية الإريترية واضحة المعالم. من اليوم اللي زار فيه أبي أحمد أسمرة بدأوا يتحدثوا عن إرجاع إريتريا إلى حضن أمها الإثيوبية يعني. وإسياس أفورقي سعيد جدا ويدق على صدره ويعلن بعد
كل هذه الدماء التي سفكت، وبعد كل هذه الحروب التي خضناها مع إثيوبيا من حربين، حرب التحرير الأولى 30 سنة وحرب بادمي 4 سنوات، وسفكت فيها دماء وضحينا فيها بعشرات الآلاف من أبنائنا. إساس أفورقي يقف ويدق صدره ويقول لم نخسر يعني، ويعطي تفويض لأبي أحمد. بالشق الآخر أيضا في ناس يعني عندهم يعني تطرف قومي وتطرف ديني في إريتريا، من أجازيان لتجراي تجريني لغيرهم، بروه مسائي سلمات مسائي دام بروه مسائي وتقول لهم عندك شجر يعني مشكلة يكون عندك يعني. كل هؤلاء أيضا متكالبين على السيادة الوطنية الإريترية، ويعتبروا مهددات للسيادة الوطنية الإريترية بتحالفهم مع ويانا تجراي. ويانا تجراي هذه السلطة الظالمة اللي كانت موجودة في أديس أبابا وأبعدت من السلطة، أيضا اليوم بدأت يعني قبل ما توطد أقدامها في بلدها وهي مهددة في نفسها، تهدد السيادة الوطنية الإريترية بأشكال شتى يعني، من خلال هؤلاء عبر السنوات، ومن خلال تقسيمنا إلى تنظيمات قومية تابعة عليها في السنوات الماضية إلى غيره من الممارسات السياسية اللي بتهدد السيادة الوطنية الإريترية. أنا ما ضد وجود تنظيمات قومية في إريتريا، من حق التنظيمات القومية، لكن أن تستغل من قوى خارجية كما حدث في فترة الويان لما كانوا حاكمين في أديس أبابا. هذه واحدة من المخاطر الخطيرة جدا اللي أشوفها. أيضا نقطة خامسة أحب أشير لها، موقع إريتريا الاستراتيجي على البحر الأحمر وأهميته للتجارة الدولية وأهميته للصراعات الدولية. هذا أيضا واحد من المهددات بقلينا، بدل يكون عامل استقرار مع دول الجوار وعامل يجيب لنا الرأسمال الأجنبي وتستثمر في الشواطئ الإريترية ونستثمر خيراتنا وخيرات بحرنا، أصبحنا مهددين في وجودنا وفي كياننا بسبب وقوعنا، بسبب موقعنا الجغرافي الهام جدا يعني في شواطئ البحر الأحمر. هذه كلها أعتبرها أنا مهددات، باعتبار أنت قلتي لي حدد بنقاط يعني، فأنا حبيت يعني تكون هذه نقاط محددة أسردها في موضوع المهددات يعني. بتقدرني عشان أقول النقاط هذه؟ تفضل. تفضل. أنا نتي حطهم اللي شغل له انتهيني العلاونة حاجة أبسكاء زوردو زبلسي كمل شنفتينا مالتو كد بقدادم تي بحريات نايتي عبدنا زلو سلطان السيت زغف إيه سقعات زمت على نازلو السودم ما زي رتعاوي زي فتحاوي بهاجرنا زت طالع مسعينا ناي ولدونا مسعينا هاجرنا زي قدسو سرعة سل زخونة بتاع أسجاء سرعة زلنا بإريترا إليه قليسة نربعان بعرب كمون نسرعات رايكن خصو بسرعات رايكن دروبية كل شجراتنا فتحاوي يكون رتعاوي يكون نحناهم كم إريتراويان حلف النتا هنسكم كن كيل علنا نحنا إريتراويان بزحنة إن اللي هزبي إنا بزحنتنا دما هابتناعي انت دا زبوق بقبو تتقيمنا له كهبتمنا يخيلي جن كوم يكون نزلو لومي ننحد حدنا نوناجل ننحد حدنا نمناجت ننحد حدنا نكافئ ننحد حدنا نهدد سلزلنا اتي بزحنتنا سقعب كوينونا يركب على إلي أمناني كعرز اللو زنبع زخوني التحساس بعيزي إلي ترايح جلسة زخيل أبكاينا زلو نعبتاتون نعنا أزيد يسألونا سون سالساي سقعات كوننا يخيليو كم أبن زمس أكو دما كابتاش عام على سياسة أفوركن أبي أحمدن كبزاز حس جمروا له هاجر إثرا كلنا بجلس لنا يلنا أب سقعات ودي أهم زلا سياسة أفوركي أن دعبيعو أفلبونا هرمي أي كسرنان إسخات وكلنا أبي أحمد بن بوجنو سراويتي من الملان لو ناي بحري نيفي تشبه جبر ناي بحري حيلق جبر زخل سقعتات بجلس زرعينا زلو سقعتاتي كمون ويان أبسلتان كله يكون كابسلتان مثل أون نهاجر إثرا سقعت كوينو منبر سلام
هيبما أيفلتون يوم سلازم السمون حدا خبتم زعبي سقاطات ببروه مساعدو بتقرأي تقريني بأجازيان نهددونا نوح عمتات سنيهم يوم بخالي شنهون ببهرات الناقة ما معونا كخفافلنا فتينهم يوم كابون رابعيتنا لي تبكابينا زلو حيلتاسي نيرترا بخمي زريعة إلا أنت حتيتنا كل شيء نتأمم دأمبر نسبة إرترا زتكم تبوكسات أي رأنا لنا حساب حجي الزون حدا سقاتي معنا بمساعد إرتراسي نتخبابينا كبرت كهبنا كنقددو كمسبة إرتراحن كيلا لنا نحن انتدى حيلنا مالتي نحن انتدى رتعاون فتحاون سرعة محدران غيرنا نتي بوزعز مسألة سقاطات كن بدهو نخلينا زبلو منك زلني تي حامشاي تي استراتيجيكاوي كمان متانا هاجر إرترا السون سقاط كوينو نالو بحرنا بحري إرترا ويح بحري كندي بحابتون بجماجمون بأبزلو سجاتات كمسبة إرتاح أبكند ندست أبكند نتكم نحنا بسجات أو يقولنا له زي كمو خاينرو أب تاريخون كل شيء إذا بحر ناسي نعوي يوم زدقسنا زنور محرو بجزء هيدا سلاسيهم بجزء درجي حزب إرترا هاجر إرترا بحر إرترا دأمبر حزب أيدلينا اليوم أيدلينا اليوم بأفهم زاربوز نبرو أجيلهم زبلوز نبرو نجار سلزقوني بحرناون هذه ناي سقات فاكتور كوي من نقصاب لهم وان ناي سلام فاكتور كون مسكرابتنا بسلام كنا برلون كنا قدولون كتقاملون نحناون كنا فقدلهم تسفاي قبر جن كسب حجي بحرناون هذا سقات كوي لنا لهم هذا تناي بحر إرترا السويد رايك ولا زغلاب زي بحاسير نزن كميجرو سقات كلنا له زي أبكارنا زلوا نجارات نزبل أوكي حراي أنا حيلنا خدنا لساينا هذي سقات وينو زلوا كميلو دماء كذا كيرك خب دبو بزنس أنا زلوا الخطر يأتي لنا من الجنوب وهذه هي نقطة مهمة جدا عن مهددات التي نواجهها على السيادة الوطنية الإريترية. ذكرت أستاذ زين أن طبيعة المكونات في البلد، هل يحق لأي مكون من مكونات الوطن أن يهدد السيادة الوطنية تحت ذريعة أن لهذا المكون امتدادات أخرى في دول الجوار؟ فهذا هو السؤال. هل لنا أن نعرف الجواب على هذا السؤال لو سمحت؟ تفضل. نعم أنا أعتقد سؤال مهم هو هذا السؤال ده يعني والإجابة المباشرة له لا يحق لأي مكون من المكونات أن يهدد سلامة الوطن تحت أي ذريعة أو مبرر وهذا قاعد نقول لأنه فعلا اليوم كما ذكرنا في معرض حديثنا عن المهددات الخارجية رأينا كيف أن الحرب التي دارت في تيغراي قسمت الإريتريين بشكل عمودي يعني بنسب قد لا تكون 100% أو كذا لكن كبيرة يعني أنا أعتقد الامتدادات هذه ليست فقط باتجاه تيغراي اللي عندنا يعني عندنا امتدادات باتجاه جيبوتي والمنطقة العفرية في إثيوبيا عندنا امتدادات باتجاه شرق السودان مكون هام جدا من قبائل الحباب والبني عامر موجودين في إريتريا وموجودين في السودان في شرق السودان لكن المكونات الأخرى على الأقل في المرحلة الحالية ما شكلت تهديد وما يعني استخدمت هذا الكرب لإقلاق الوحدة الوطنية الإريترية لكن باتجاه الجنوب وعلى وجه التحديد باتجاه تيغراي بتحريض من التجارب وبعناصر مأجورة وموالية لهم من الإريتريين
أصبح هذا الموضوع موضوع الساعة، يعني موضوع نتكلم عنه يعني. فإذا قلنا أنه لا يحق لأي مكون من المكونات أن يهدد السلامة والسلم الاجتماعي والسلم الأهلي للإريتريين، فلا لابد أن نتكلم عن هذا الموضوع بشكل واضح وصوت مسموع. يعني ما نحتاج يعني نداري هذا الأمر ويعني نجامل فيه أو نتحدث عنه وكأنه خطر، لكن يعني الحديث عنه ممكن أن يؤجل. يعني أنا بعتقد لابد أن نرفع صوتنا من الآن قبل أن استفحل هذا الموضوع وقبل أن يتحول إلى مشكلة حقيقية وقبل أن يكون مهدد حقيقي لهذا الوطن. إنه هذا الارتباط بالجنوب وهذا الارتباط بتيغراي لابد أن يعني أنا ما أقول الناس اللي موجودين محددين لإقليم تيغراي واللي توالدوا مع هؤلاء الناس واللي عندهم أنساب وقرابات واللي عندهم مصالح نقطع منهم هذه المصالح. يعني هذا لا يجوز وهذا مش عادل يعني. لكن في نفس الوقت كمان هذا لا يستغل في إنه تهدد به سلامة الوطن. يعني بهذا الشكل أنا أفهم هذه يعني الامتدادات، وإنه هي كيف نجعل منها عامل إيجابي، وإنه هي ما تهدد مكوناتنا بشكل من الأشكال. يعني أنا هذا اللي أراه. يعني بقى كاتيجرينيا بحسب زبالة انتهينا حديثنا نرى بقال شنخات ناي هاجر إريتراسي قال كفالات نهز بإريترا مثلا لو ومدو نزي قداي ناي العلاونات إريترا بشم أحوات اللونا تخالي شنخيلكا نزي أبسقات كتوضعو نتي العلاونات أسقات جبرو ويسقات على اللودي نزب الحوتو كمليش فاتيني نعوهم الليش كله إريتراسي مس تيغراي تراي كونت تداوب تداوب دوب مس تيغراي تراي كونت زلوا إريترا إذا كفل تيغرينيا دزارب حزبنا مس تيغراي زداوب ولا بون اللو سهود زاربون أب إريترا تيغراي زركبو بكالي شنخ دما أب عفار مس كل العفار زداوبوا حواتو اللوم مس جيبوتون زداوبوا بمعراب السودان دما مبرغنا إريترا معرابنا إريترا مبرغ السودان دما أحوات زلوم حزاب اللو حبابن بني عامرن أب إريترا بتوبيان أب السودان يركبوا جن مبزحتو جزية سجال زمس أنا خبروا الكائن الكاسب زهون كايلات إني حفظنا كوسب هو أب زي حالة فعامتات بوحدو زيش شجر استرخي بالله أبي إريترا زد ما حبينا كن سجر ويد ما بشان التنت كن رأي بنان أسجاي سل زخوني أكيد نخم إريتراوين كن زارو بالله كن كلا عندنا زي سجعت زي كمي جرنا مينيمايز نقبره كمي جرنا نهاجر إريترا نحدنا حزبان نحدنا مريتان كم زي سجي كن قبره نخيل نتهم خمزي تبغى صوتات زلهم دم كمي جرنا نقالعهم كمي جرنا نبدهم بطعم قداسي كوني الرعايني ولا بشنخ كل العفار وانت مسألنا ولا بشنخ معراب السودان تمسألنا كن بدهينا حجيجن نريو زلنا بشنخ تقرأي مسألنا سلزلو نزقود دايزي بشم أحوات اللونا بتخالي شنخ الكا ني سجاب نهاجات تتفتر سبوع يكونن رتعاوي يكونن فتحاوي يكونن كنقاومهم كلا لنا كنقالعن مينيمايز نتي وين كنا حدا جوخ كنكنس وي كنقدل كنكل كنقالس علنا ما يقالس هتوئد. ممتاز جدا. طبق جركا قالت كاي انت حطو اتي عندي سقات كوينو زلو حجي تحلمي ناي عباي تقراي كخوني خيلي خاتم لنا زلخو مالتي سلازي كالوت ما خم دغسكايو بعل عفار له بعل بني عامر له كنام له جن
ولا صحو نبلهم أب إرترا لو صحو أب إثيوبيا لو صحو كن إتي عابي سقط خينو زلو نتي ناي لو نت ناي إرترا كاب تجري متعلو إذا ما إتي عن تويز جلس نايو دلي كافت مكونات حجي مكونات قومية. أنا بنتكلم عن مكونات في شتى أمثلة للمكونات، في مكونات قومية، في مكونات لغوية، قبلية وإلى آخره. فالمكون القومي هو الذي يهدد السيادة الوطنية. تبغوا تعلقوا في هذا المفهوم؟ هل هذا مفهوم؟ نعم إلى حد ما. نعم خلينا شوية نتكلم عنها بنوع من الوضوح والتفصيل. المكون القومي كنبل كلنا ويدما أتي حادها كفال ناي حزب خاصي كما بنت بزعبا تجرينيات زاربنا بزعبا عفار تزاربنا بزعبا تجريد زاربو قبيلات تزاربنا بزعبا سعود زاربو قبيلات تزاربنا قالوا هو بني عامر حبابن قالوا بسودان في قالوا ديو اب كل شنخات تي شجر زمن زلو جن بتجراي يو إنان زلنا حجي أزي أنا خبز مثلني بمدى بستحزة قداي سلزنا بري أب بويانا شنخ ويانا بسلطان كله نزي قداي زي سبو غيرم كمزمزو كيلوم نيرتراويان أبنن حدهم كم زي تماما غيرمهم بشم بحيرة تجرينيا نسرعكم لنا إلهم نتم دقي بحيرة تجرينيا بشم أجازياندو بشم بروه مسايدو بشم تجري تجريني كم زمش على كان صوت لازم مثل عينتيو في أسرارها من سيات تصفز قرصو كاب وتهدرنا زهدمو نعوم حسكا كتمزمزم هذا فاشيستاوي زخوني الرائع نفس خاصي كم هذا قاسي كم هذا حرن حزب خوسي استقال سوت بالنقربك نتوم كالوت كم زع مسألة أخرار النت ويد ما تروف النت كنت مهرم كلها كسب كندياناي هذا جانيا مخانو كسب كندياناي دم كيده خمزي بالتعينات تحساسبها ناي تي مريحنت ناي ويانا زنبربو يرئيكا حجي نعانا هم إرتراويان فالسيمم كتالولونا أي كولونيوم زي تالولونا مغنيات دماء تموكروس اللي زلنا حابتنا تمزع على بوليتيكا أب كالسي أب حدنتنا كنك على سكولنا هم إرتراويان نوح عمتاتنا تقاليسنا نوح عمتاتنا سرحنا لزقو دايزي زي أمسي كسنا خلونا كسقونا كهدودنا يخولو يوم نجيزيو جن أنا مجلس كم إرتراوي تقالاساي يأمن يهزب إرترا أبحد النتو كم دي تعالى أبحد النتو كم دي تساود بزي بخنيات زي نجر زي نخبك قالسنا كلاتنا يو زحاتت اتهم دسب لك حجي مبزحكو تسب بحلف بزي وجينا تقراي مستبارع زو قدايزي بقاعد خزاربو اللي جميرو بقاعد خزاربو اللي مسجمر دما نتهم كم زي مسألة طرفنت زلوهم أب كورنر ناتهم يخيد عنه أب حادي تعشمو عزقتي أتولو نبعلهم أي إرتراويان أي إثيوبياوان كونوا يوم تقرأي ونبعلا تقاروسي مجمريا تشنيفهم درجة قدام استودي مسنيرو ده حراي تلعيلهم كم بحدش كواقو مسجمرو كشنفو مسجمرو نزوم كم زي أمسلو بعتات كم بحدش منفسهم كحدث لينا يومنا جن تقارو عيلهم حديرهم مسكانو إثيوبيا ونحواتهم أبتاو لخو فيهم كزات يوم شعو أبيم زخدو زوم إرتراويان كله تسفهم كله مساي عدلهم أب تقارو زنبروه أنا خمس مثلني بزحات كابهم كابزي زحالفهم مهارك خلو اللوام نحناون
جهد كنزاربهم بجهد كنبدهم كنكيل لنا إذا تقبلوا زلهم سي نعهم نهاجركم على حدا زود مخانو كتردوه تقولوا لكم إلنا كنزاربهم كنقاوم كنكشحهم كنكيل لنا هم أنت زي غيرنا كم زعينة زي مسألة بحجر زت طالع بجلتات كمان سيو كن رئينا مالته سوري تحازوا لي. اوكي شكرا جزيلا استاذ زين. سؤال آخر هو كيف يمكن لمكونات الوطن وذكرت بعض الأمثلة منها أن تصل إلى عقد اجتماعي يحمي السيادة الوطنية وحقوق مكونات هذا الوطن، فكيف هو اللجوء إلى هذا عقد اجتماعي حتى يتسنى لنا أن نبعد عن هذه التهديدات الوطنية للسيادة الإريترية؟ تفضل. نعم، أنا أعتقد مفهوم السيادة الوطنية هو مفهوم اليوم تقريبا تحدثنا عنه، لكن الحديث عنه طويل هو يعني. ولكن الآن أنت أثرت نقطة وهي كيف الناس تصل لتفاهمات، كيف الناس تصل لعقد اجتماعي. مفهوم العقد الاجتماعي هو مفهوم أوجده الفيلسوف الفرنسي جاك روسو في القرن الثامن عشر سنة 1000 أعتقد 760 62 في هذا التوقيت تقريبا. وفي القرن الثامن عشر كانت فرنسا تقود الحداثة وتقود المشروع الخروج من الإقطاع ومن سيطرة الإقطاع ومن سيطرة الكنيسة وبناء دولة حديثة، وهذا المفهوم درجت عليه الناس يعني. لكن الآن يعني تقريبا مفهوم العقد الاجتماعي الناس كثير من المرات تستبدله بالسلم الأهلي وبالتعايش المشترك وبمفاهيم من هذا النوع يعني. وهي أيضا كلها تصب في نهاية المطاف أنه المكونات المختلفة لوطن من الأوطان كيف تصل إلى عقد أو كيف تصل إلى اتفاق فيما بينها لتعيش بسلام وبأمن وباستقرار وتزدهر وتنمو مع بعضها البعض يعني، بدل أن تتناحر يعني. هو أنا أعتقد يعني مبني على مبدأ يعني هذا النوع من التفاهمات مبني على مبدأ أنك أنت يعني تتنازل عن جزء من حقك عشان تقدر تتفاهم مع الآخر يعني، وتتنازل عن جزء من حقك أيضا كمواطن للسلطة اللي أنت تختارها يعني وتمثلك يعني. والعقد الاجتماعي هو مبدأه كده يعني. أصلا العقد الاجتماعي مبدأه أنه أن يقدم المواطن فرد أو جماعة مجموعة من التنازلات للدولة عشان تدير عجلة الدولة يعني، عشان تحكمه بالعدل وبالقانون يعني. وهذا هو العقد الاجتماعي يعني. المكونات كلها لازم تساهم فيه يعني. والمكونات عشان تساهم في هذه العملية اللي هي تعتبر مهمة جدا لأي شعب من الشعوب، تحتاج هذه المكونات أن يكون عندها مؤسسات وأن تحكم دولة أو مجموعة مختارة بشكل ديمقراطي، وأن يكون عندها ممثليها في البرلمان، وأن تحكم القوانين. كل المكونات تحكمها القوانين يعني. هذا هو ما يتيح لأي شعب من الشعوب أنه يحكم بالقانون يعني. وبالتالي يصل إلى هذا النوع من التفاهمات بين مكوناته، وبالتالي هذا يعتبر عقد اجتماعي بين الدولة، بين الحاكم والمحكوم، بين المكونات فيما بينها، بين المؤسسات في داخل المؤسسة الحاكمة. وهذه المؤسسات نفسها تمثل كل الناس يعني، أو تتمثل أو ترى فيها الناس نفسها يعني. بتقريني أخبر زي كما يركا عقد اجتماعي social contract من باليو محبراوي سممع ويد ما محبراوي contract كله منجو هذا هزبسي
انتي يدلي كما يجيرو اب كم زغبل زغل زبل حتى ينرو نت حدا حزبسي بسلام كنبر اتي سوشيال كونتراكت زبل امرسي بعشرة شمن كفل زمن اب فرنسا توليدو እሱ ድማ بجان جاك روسو زبهل فلسفات صحفيه مصحف the republic الجمهوريه زبل مصحف من صحفيه او يغليصو كما يغيرو حدا سبب حدا ريبابليك سماميو خنبر يخيل احزاب وي دما حزبنا حدا ريبابليك نزبل حجي انتايو تي كندي حمرت حسابو تي سوشيال كونتراكت تي حزبي بفوتوتو نتي زغوزو زلو وي نتزم حضرو زلو منغستي كابتيناتو حارنت وي كابتيناتو مثلا كمزي يقدم تنازل يعني تعشمي يقبر مالتيو بفوتوتو حدقات يقبر مالتيو نتي زغوزو زلو كم حضرو كخيل مندي حجي اسخان دحر حدا منغستي امنت يبكايو يوم حاضرين تايلكا بتنا تحقتات يخات جزاء كم ابنت ابزلنا يحجر شويدن 300 يخات خفض كرز no one is happy about it حزبي في ايدل 300 تخفض كرز جن ابنتاي تريو تقرص تخفر زلها اب حكمنا ابدكهم مهرولكا بزي جنزب كسب كاب elementary school كاب even كاب kindergarten day care كسب يونيفرسيتي زين كي خبر كي حتى ما اعرف شو هذا حجي كم زي امثله منقص هم حضرك خلو لمنتاي تخفل كم زلخاون ترداي حجي انتايتي ازي كم حدا سوشيال كونتراكت يزول صار ابنغو حدا حزبن حدا منقصتن اتي كونتراكت دما راي ابنغو منقصي ايكونن زخون ولا توم نتي هاجر زغبرو كفالات ناي حزبي نعومون حدا سوشيال كونتراكت يدليوم بحسب بسلام تنبرو حجبوا مخنياتيو تعايش السلمي خلينا نركب سلام تنبر كم حدا حزبي سوشيال كونتراكت نبعلو نفسه قال السوشيال كونتراكتيو حجهم كم يدلينا هم إرتراويان كم خد لينا يو كم خن حسب لنا كن سلام خن كيلا لنا بسلام تنبر بحسب كسانة سلام رهوان بلسجنان كله بعدنا عدد كله بعدنا بسلام كم زعينة سوشيال كونتراكت خد لي النائب حلاي. اوكي حجتي ثانك يو استاذ زين السوشيال كونتراكت خطبلوت انا حكا دعمي اقداسيو منتي نسو كم حلاو خون مالتي نتي لعلاونتنا يتحقق طبعا الله نسو انت دعني لعلاونتنا يحقر تدلت خونكا انت يدليكا سوشيال كونتراكت معلو اتي سوشيال كونتراكت نتي لعلاونت زكالا خلالو كالا دما سوشيال كونتراكت دما مانج زقبرو وي دما زكايدو بأقباب جيرو زكايدو كلتا عينة يدليكا مؤسسات للحماية ومؤسسات للإدارة حتى يكون في حماية لهذه السيادة الوطنية. لو سمحت ترجمة ثم يعني جواب سريع جدا لهذا السؤال. فمحتاجين مؤسسة للحماية ومؤسسة للإدارة لهذه السيادة الوطنية. صحيح حفظناك وصلت بلو زلا تكالات كله ولا حدا عديت من الله التكالات دما قليقو نتهاجر زكالا خلولي تكالات قليقو دما نتهاجر زي ما حادروي حجي كما بالنت سكيورتي انتهى وسيدنا نتهاجر هاجر هذا عبدك هون كغلسي سراويت كله ولا ناتو انتليجنس كازي سللا ناي مربنا كمزي كم يجي انتليجنس تم حادن كاب كالي زي مسألة هذا قاطات أقدم كمن كتلليو كم يدلكايو حجز التكارات انتاي كل خالنا حجري كم يجركا كاب حجركا تكلاخل بستايهون بسراويت السحادة تكاليو زي تكالي زي انتاي زرينا ناي مكل خال تكال كم زقون حماية تخالي تكال دما أما حدار تكالي السلمة تي مينستري زلو تي عبيت تكالات ناي من قستي السنة زي له
እቲ ሃገርሲ ክመሓደር ኣይክእሉን እሱ ድማ ብህዝቢ ተመሪፁ ንህዝቢ ኣብ ጥቕሚ ህዝቢ ዝውዕል ውዕላት ምስ ኣብ ውሽጢ ሃገር ይኹን ምስ ወፃኢ ሓይልታት ይኹን ዝገብር ብሽምካ ዝፍርም ብሽምካ ኣብ ኮንትራክት ዝኣቱ ብሽምካ ጥቕምታት ናይ ሃገርካ ዝሕሉ ኤምባሲዝ ትኸፍት ኣብ ካልእ ሃገራት ሚኒስትሪ ዝህልውኻ ከይዶም ኮንትራክት ዝገብሩ ምስ ካሊእ ሃገራት እዚ ሕጂ እንታይ እዩ ትካላት ናይ ምሕደራ ኢኻ ትገብር ዘለኻ ሕጂ እዚ ክልቲኡ የድልየና እዩ كم حجر تنكون. نعم السؤال كان طبعا كيف يعني مؤسسات حماية ومؤسسات إدارة يعني الدولة تحتاج إلى كلا المؤسستين. نعم الدفاع مثلا هو مؤسسة لحماية الدولة لا تتدخل في السياسة الجيوش بل تحمل الحدود هذا يكون واضح في الدستور نظام ديمقراطي. الأمن الوطني مهم جدا هو الأمن الوطني لا يعتقل مواطنيه ويتعقبهم ويتجسس عليهم يعني لا يكون في خدمة مصالح البلد وفي خدمة وفي التعرف على المخاطر التي تجي من الخارج يعني هذا النوع من الأجهزة الأمنية لما يكون عندك ويكون عندك مؤسسات دولة يعني تفاوض باسمك تدخل في عقود باسمك تدير ثروات الوطن تدير يعني مؤسسات الوطن. هذا النوع من الإدارة يعني إذا ما عندك معناته أنت ما عندك دولة حديثة دولة يعني فيها سيادة وطنية متكاملة يعني. هذا النوع من الإدارات ومن الحماية ومن الإدارة فعلا نحتاج له كإريتريين والآن غائب في وطننا ونحن بصدد النضال لتوفيره يعني في بلادنا. اوكي شكرا لك استاذ زين. في عندنا في مواقع التواصل الاجتماعي هذه الايام نسمع هذا الكلام اللي هو عن الهويه الوطنيه. يقول لك شخص من الاشخاص انه هويته الوطنيه تقراوي ان جنسيته هي اريتريه. في ناس اريتريين يقولون هذا الكلام. فكيف نرى هذا أو كيف ترى بعينك هذه الايدنتيتي أو الهوية المزدوجة؟ كيف ترى هذا الموضوع في ظل السيادة الوطنية التي نتحدث عنها؟ أنا طبعا هذا الكلام كلام يعني ما كان موجود في إريتريا زمان يعني. نحن كإريتريين سواء كنا ناطقين بالتجرايد أو بالتجرينيا أو بلغة الساهو أو بلغة العفر أو بلغة البلين أو بلغة الحدارب أو النارة أو الكنامة أو تبداويت حدارب يسموها في إريتريا ما كان يعني الطرح اللي كان موجود يعني ما في هذه الازدواجية ما كانت موجودة يعني مثلا واحد ناطق بالتجرايد ما يقول لك أنا سوداني وأنا ناطق بالتجرايد وأنا بني عمرو وأقدر أبقى سوداني وإريتري في نفس الوقت يعني ما في هذه الازدواجية يعني. فليش يعني ظهرت هذه في السنوات الأخيرة؟ هو يعني أجندة سياسية بامتياز يعني وليست أجندة قومية يعني. هذه الأجندة السياسية أعتقد مبنية على عقلية بتاع التخريب عقلية تخريبية يعني. هذه العقلية التخريبية اليوم يمكن أكثر مرة تحدثنا عنها يعني. لما كانوا الوياني في السلطة في إثيوبيا بدأوا يعني يلخبطوا في الواقع الوطني الإريتري يعني مثلا الوياني كان بإمكانهم يعني باعتبار سياس مهدد لهم هو يتعاونوا مع فصائل العمل الوطني الإريتري لإسقاط السياسة. ليش ما تعاونوا الوياني يعني لإسقاط السياسة؟ كثيرين من قيادات وكوادر الوياني يعني بصريح العبارة قالوا خلي سياسي يهلك الشعب الإريتري قدفهم يتقسم يعني مصدقهم نحن المسكين هذا حرام يعني. أنت تخيل شعب مجاور لك شعب قاعد يدعي إنه هو عنده نصيب في إريتريا أخوة له يشبهوه يعني في اللغة وفي الثقافة في الدين وفي العادات والتقاليد وكذا ويتمنى إنه الشعب الإريتري يزهق ويتمنى أن الشعب الإريتري
يعني ما يكون عنده مقومات شعب عشان بكره هو يجي يستلم بلد وارض مفتوحه شعبها اما فار او في السجون او مريض او عجوز او طفل صغير ما يقدر يقاومهم يعني. وهذه الدعاوى يعني تكررت من كوادر ومن قيادات في الحكومه السابقه في اثيوبيا يعني. هذه العقليه هي التي انتجت هذا النوع من التفكير يعني، وتبنت هذه التيارات المتطرفه حتى يعني تترجم احلامها على ارض الواقع. انا اعتقد احلامها على ارض الواقع ما حتتم، لانه اريتريا عندها اسياد يعني، اريتريا عندها اهل يعني، واريتريا عندها شعب بكل مكوناته، تجرينيا، تجري، عفر، كل المكونات الاريتريا ضحوا من اجل اريتريا وماتوا من اريتريا وسفكوا دماءهم من اجل اريتريا. هؤلاء الناس لن يفرطوا في اريتريا. احلام تجري، تجرينيا، احلام اغازيان وكذا هي احلام يعني بجد يعني انا ما عايز اقول يعني ما خطيره هي يعني، لكن ينقصها كثير من الواقعيه ومبنيه على فكر رجعي عايز يرجع الناس لورا، ومبنيه على فكر فاشي يعني بإبادة الآخرين وقتلهم وتشريدهم وإدخالهم في معسكرات اعتقال وكذا، ومبنية على نماذج من الأنظمة اللي أزهقت أرواح وقتلت شعوب عشان تأخذ أرضها. في أمريكا الشمالية شفناه، وفي فلسطين شفنا هذه النماذج يعني. هذا النوع من التفكير ما أفاد في هذه المناطق يعني، ممكن أفاد لمرحلة معينة، لكن ما زال وسمة عار للذين نفذوه، وما زال التاريخ حيدين كل من يفكر بهذا النهج يعني. فأنا عشان كده أقول هذا النمط من التفكير لن ينجح، لكنه سيعيق ولكنه سيؤخر حركتنا في إنه إحنا نتقدم للأمام يعني، ونبني وطن تتساوى فيه كل الناس يعني. طبعا كاتيجورينا ما أعرف كيف طالت شوية دي يعني. لا دحين إتا حتى أنت يعني راجع اليوم في سوشيال ميديا نسوم عمزة لنا أنا بين الندي تقروايو جن زجنتي إرتراوي بلك حجي خمسة حدش نديو بينو نازلون إذننا حدش كوينو حجي بخمي عينة تريو ثم شباب زي أتومسي identity crisis زلهم يمزموصلو شو ما كنت أكسين دلني ناجن إتي identity crisis تي نعنا قرب يحسينا لنا أفتي ناي سيادة الوطن ولا أفتي ناي العلومات ناي حجر خنزارة بنقولنا بخمي عينة تريو يعني راح تحطه احتراب الكات مليس كاي حاجة احتراب الكات تقرينا نتوم زي سماهم. أنا تي كمل شهر لغنا زاح التزياء تي أذكرنا تي مجمرة أنتي نيرو كداينا قبل يوم يسقونا يوم يسقونا يبلني حدا جنياتا يكون يبلني حدا جنياتات يوم جن يكعوتون يوم زي عوتونه مخنيات دمه حزب إريترا مس كل بهراته مس كل كوننته نإريترا تبجيو اللاعب بحال سابنا تسوينا بحال سابنا مويتنا نإريترا سلازي الزق عواتي إذا تاريخ الزك حكا خلوه إذا تاريخ دمه هياو أب حلنا أنا حجي تفنسيمو كد مثلا 3 عامات 4 عامات هيكون كسب موان بزم أب بادمز سوون أنا نعي كاب لعلاونتنا إريترا كنا خلوه يوم ميتهم يزمل ولا تي نتيجة جز صحتري السياسة فوق يخون بتوم من السياسة جنز واجوز نبرو ومنتهم كم ينيرو تطوي لهم كم كتوم كله نتي وراراتنا إثيوبيا السينيرتي حلمهم السينيرتي منتهم نعو تتوجد فتحاودي أي فتحاون السي بزح أغلبه كوبا عيدلنا أبزي وانزي جن تاي زبل أنا إرتراوسي كاب مننتون كاب إرتراو مننت كبيرة كاب هاجرون ككلاخل دلو مخانو كل شعب أب سجاب كن ورد كلنا أب سنكون كنا تحت كن أتخلى مدرك كن أتخلنا أمسكيريو نيرتها خمسة كلاخل الله إتي كرولا نايم النت الذي يلن اللو والكسرات هم زلهم اللو بجلتهم زلهم كله يوم كا أمس أيون الزجن بمدى بسسر حلو
ወያነ ትግራይ ወይ ድማ ይህወደግ ወይ ድማ ህወሓት ኣብ ስልጣን ከለዉ ብመደብ ዝተሰርሓሉ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ኣብ ታዕሽሙ ኣብ ናይ መንነት ቅርራ ዘለዎም ውልቀ ሰባት ወይ ጉጅለታት ክትዕፅሮ ፅቡቅ ኣይኮነን ሕጂ እንታይ እዩ እዚኦም ሲ ኣብ ስልጣን ከለዉ ንምንታይ እዮም ነቲ ተቃላሳይ ኤርትራዊ ንዴሞክራሲን ፍትሕን ክዕወት ዘይሓገዝዎ ንምንታይ እዮም ነቶም ተቃወምቲ ሓይልታት ዘይሓገዝዎም ንምንታይ እዮም ንከምዚ ኣመሰሉ ሰባት ዝሕግዙ ዝነበሩ ንምንታይ እዮም ንከምዚ ኣመሰሉ ሰባት ኣቀዳምነት ዝሃብዎም ኤርትራ በሪሳ ኤርትራ ማሲና ኤርትራ ሃገር ኣብ ዘይትኾነሉ መድረክ በፂሓ ንሶም መፂኦም ኤርትራ ክሕዙ እዮም ሕልሚ ነይርዎም እዚ ግን ዘበት እዩ ኤርትራውያን ኣመስኪርና ኢና ሃገርና ብቐሊሉ ወራር ድሕሪ ወራር መፂኦም ክወርዋ ከለዉ ብቐሊሉ ከምዘይ ሕዝዋ ኣመስኪርና ኢና ተሰዊዕና ኢና ሕጂ እውን ንመፃኢ ግዜ ኤርትራዊ መንነት ዘለዎ ብኤርትራ ዝኣምን ሲ እሱ እዩ ከዓ እቲ ማጆሪቲ ዝዓበይ ማጆሪቲ እሱ እዩ እዚ ንኤርትራ ከም ዝከላኸል ኣነ ጥርጥር የብለይን ግን እዚ የሰናኽለና ኣሎ የስጋዓና ኣሎ ሽግር የምፃልና ኣሎ ምትእማን የጥፋእ ኣሎ ኣብ ሕማቅ ኩነታት የውድቐና ኣሎ ኢልና ማለት ደብዲብና ክንሓብኦ ወይ ክንሸፋፍና ኣይንኽእልን ኢና ኣሎ ከምዚ ኣመሰለ ሽግር ኣለና እዩ ኣብ ሃገርና ደቂ ሃገርና ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ዘለዎም መብዛሕትኡ ግዜ እንታይ ይብሉ እቶም ኤርትራውያን እዚኦም እኳ መብዛሕትኦም ደቂ ርብዓዮም መብዛሕትኦም መበቆል ናይ ትግራይ ዘለዎም እዮም ገለበለ ይብሉ ፋይን ኣነ ንዓይ ከም ኤርትራዊ ሽግር የብለይን እዚኣቶም ሲ ኤርትራውያን እዮም ንዓይ እዚ መምክነታ ከቕርቦ ድልው ኣይኮንኩን ኣብ ከምዚ ኣመሰለ ክፉት ናይ ዘተ መድረክ እዚኦም ኤርትራውያን እዮም ከም ኤርትራውያን ያነ ዝተሓሓዝ ምስኦም ግን ንሶም ባዕሎም ንሕና ተጋሩ ኢና እንተዳ ኢሎም የቕንዓሎም ኣብቲ ኣሕዋቶም ዘለዎ ሰጊሮም ኣብኡ ኮይኖም ተጋሩ ኢና ይበሉ ኣብ ኤርትራ ኮይኖም ግን ተጋሩ ኢና ኣይበሉና ኣብ ኤርትራ ትግራዋይ መንነት ኣብ ኤርትራ ቁኑዕ ኣይኮነን የለን ኣነ ከምኡ እየ ዝኣምን ብሄር ትግርኛ ኣሎ ድዩ የለን እሱ ንባዕሉ ወላ እቶም ደቂ ብሄረ ትግርኛ እቶም ሊቃውንቲ ናይ ፖለቲክስ ደቂ ብሄረ ትግርኛ ንሕና እውን ንባዕልና ከም ትኽእል ካሊእ ኣሕዛብ ናይ ኤርትራ ነገዳት ኢና ብኣውራጃታት ንልለ ኢና ብነገዳትና ንልለ ኢና እዮም ዝብሉ ስለዚ ሓደ ኢና ማለት እዩ ከም ኤርትራውያን እቲ ትግረ ዝዛረብ ቀቢላታት ኣለዎ እቲ ትግርኛ ዝዛረብ ነገዳት ኣለዎ እቲ ብሌን ዝዛረብ ቀቢላታት ኣለዎ ክልክዕ ከምኡ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ኤርትራዊ ዳሕራይ ኩላህና ኣብ ሓደ ዝጥምረና እቲ ኤርትራዊ መንነት እዩ ንዑ ድማ ክንዕቅቦ ናይ ኩላህና ሓላፍነት እዩ ናይ ሓደ ወገን ወይ ናይ ሓደ ብሄር ሓላፍነት ኣይኮነን ወይ ናይ ሓደ ጉጅለ ሓላፍነት ኣይኮነን ስለዚ ንሕና ነዚ ጉዳይ እዚ ሓደጋ ምዃኑ ንሪኦ ኢና ኣስጋዕነቱ ንፈልጦ ኢና ክንዕወት ክነፍቅደሉ የብልናን ክኸፋፍለና ክጎዛዝየና ክነፍቅደሉ የብልናን ኤርትራዊ መንነት ብኡ ክንሕበን ኣለና ካብ ኤርትራዊ መንነትና ድማ ክንከላኸል ክንክእል ኣለና ኩሉ ህዛብ ኣብ ዓለም ከምኡ እዩ ዝገብር ወላ እዞም ተጋሩ ሎሚ ንዓኹም ከምዚ ኢሎም ዝፅብርኩም ዘለው ፅባሕ ኮፍ ኢሎም ምስቶም ካልኦት ኣሕዋቶም ኢትዮጵያውያን ክዛተዩ ምዃኖም ክርድኡ ኣለዎም እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ተጋሩ ኢትዮጵያውያን እዮም ፒርየድ ንሕና ኤርትራውያን ኢና ፒርየድ ፅባሕ ተጋሩ ምስ ኣሕዋቶም ኮፍ ኢሎም ክረዳድኡ እዮም ንሕና እውን ከም ኤርትራውያን ኮፍ ኢልና ክንረዳዳእ ክንክእል ኣለና እሱ ጥራይ ዘዋፅዓና ካብኡን ላዕሊ ሓንቲ ክብሎ ዝኽእል ነገር የብለይ እዚ እንተዘይጌርና ድማ ንዓድና ንነብስና ንብሔርና ንኣውራጃና ነዴናን ኣቦናን ንኣሕዋትናን ኣብ ሓደጋ ነውድቖም ኣለና ከምዚ ኣመሰለ ኣተሓሳስባ ብጣዕሚ ሓደገኛ ዝኾነ ኣተሓሳስባ እዩ ሰላምን ርግኣትን ራሕዋን ዘምፅእ ኣተሓሳስባ ኣይኮነን ተጋሩ ፅባሕ መፂኦም ኣብ ኤርትራ ስልጣኖም ተኺሎም ንዓኻ ምስለነ ወይ ንዓኻ ሹመኛ ክገብሩካ ኣይኮኑን ዝኾነ ካብዞም ሕጂ ከምዚ ዓይነት ኣተሓስባ ዝጭድሩ ዘለዉ ወይ ዓው ኢሎም ዝዛረቡ ዘለዉ ኣይክዕወቱን እዮም
ህዝቢ ኤርትራ ክእለት ኣለዎ ካብ ሃገሩን ካብ መሰላቱን ንሓድነቱን ልዕላውነቱን ክከላኸል ብቑዕ ህዝቢ እዩ ዘመስከረ ህዝቢ እዩ መስዋዕቱ ድማ ከፊሉሉ እዩ ممتاز جدا أشكرك أستاذ زين على هذا الجواب. فأي شعب ولقد سمعنا في الآونة الأخيرة بعد النخب التجراوية أو لهيك أونت سمعناهم يقولون إنه بالنسبة لهم الشعب الإريتري والسيادة الإريترية لهم هي يعني تهديد لعباي تجراي أو جريت تجراي الحلم التجراوي الكبير. فيعني لو غيرنا if we change the table بالنسبة لهم السيادة الإريترية هل هي تهديد للحلم العباي تجراي أو كيف ترى هذا الموضوع؟ تفضل. أنا أعتقد عباي تجراي أسطورة هي أسطورة أكذوبة كبيرة هي ما كانت موجودة ولن تكون موجودة في المستقبل يعني. لكن تجراي حتكون موجودة وشعب تجراي موجود وشعب صديق هو وشعب مجاور هو وشعب محترم هو في عمومه. أنا لا أدين شعب تجراي بمجموعة هي نفسها كانت نكبة لشعب تجراي وعانى منها شعب تجراي لسنوات طويلة جدا يعني وإلى الآن بتستغل عواطفه القومية وعواطفه الوطنية أو الإقليمية لتحقيق مآربه عشان تدافع عن مصالحها. هؤلاء الناس اللي حكموا إثيوبيا في يوم من الأيام 27 سنة حكموا إثيوبيا وهؤلاء الناس اللي كانوا يحكموا باسم تجراي ماذا أفادوا شعب تجراي؟ هذا سؤال كبير هو يعني. فلو قلبنا الطاولة زي ما قلت أنت وتساءلنا هل إريتريا مهدد هي لهم؟ زي ما خلقوا وهم تجراي الكبرى خلقوا وهم التهديدات ودائما تجدهم يتكلمون عن التهديد من الأمحرة ومن الإريتريين يعني. طيب أنت هؤلاء الناس أقرب ناس لكم يعني الأمحرة بالجنوب ونحن بالشمال وهم موجودين في وسطنا يعني. أنت لما تعادي أكبر مجموعتين شعب بتاعت بلد كامل وتعادي قومية يعني 3 مرات أضعافك أو 4 مرات أضعافك أو 5 مرات أضعافك يعني اللي هي قومية الأمحرة وعايز تعيش في النص معزز مكرم تلعب على كل الحبال ما عندك مبدأ تتقيد به في التعامل مع الآخرين ما تحترم القيم الإنسانية اللي تجمعك مع الآخرين عايز تدخل فيهم مشاكل في داخلهم. كيف تريد أن تعيش في هذه المنطقة يعني؟ كيف تريد أن تسود في هذه المنطقة؟ بأي منطق تريد أن تحكم هذه المنطقة؟ من الذي أعطاك هذا الحق في أن تمارس هذا النوع من التضليل والتدجيل والأكاذيب التاريخية والحالية والمستقبلية ضد هذه الشعوب يعني؟ هذا النمط من التفكير أنا لا أقول أن شعب تجراي كله يشاركهم فيه يعني. هذه نخب ضالة مضللة يعني أدخلت شعب تجراي في عنق الزجاجة أدخلت شعب تجراي في مأزق تاريخي. أنا أعتقد ودي مسؤولية شعب تجراي وليست من اختصاصي أنا أتكلم فيها لكن أنا أتنبأ أن شعب تجراي سينقلب على هذه المجموعة وسيحاول أن يرتب أوضاعه ويتفاوض مع من هم مجاورين له ليعيش بسلام يعني. أنا أعتقد أن وهذا هو المخرج هذا هو المخرج الطبيعي لشعب تجراي يعني. This is the exit and the way out لشعب تجراي إنه يعيش بسلام مع من هم مجاورين له. بتقريني أخو التي زحاتت كلنا حتى أنا خمس مسلمني زعزق تزوي ويزي نزارب لسان حنا تحطو أذكرني كوثر حطوسي اسمع له حطوسي طاولة أنت قمفلت بالنايا نحنا كم انتايلهم نستعطوهم اتهم لهيك أويان تهجارو سمعناه ما بسوشيال ميديا انتايلهم إريتراون نتزن نعوم تحديدي نعوم
أسقائي إيو سلازي بمنتي عينة ريونا زنقر يتحطو هو قلبي كان دغتها أولا إلي أنا دماء حراي نبل كوم عينة تحساسب له بقهد هاي بلوه يوم وزيوم كمان بميديا يمزبلوه تقراي ميديا أنت داريخها كوم يمزبلوه ولا حنتي ولا الله كمان أبتقراي كوينا انترفيوز تكبرهم لازم لحيك أن ويد مالك أو أنت نايتقراي توم إليتس كوم إلى تحتهم مالتيو حجي زي أتوم زي أمسي انتي سقاتكم سؤالنا يقولوا نحنا نعوم سقات دينا هم إرتراويان نمنونتهم نهددا دينا ويدما نسقات دينا نتامن نتنا يتقراي تبل نيرا حافتنا كوسر إرتراويان مجلس قد محجي نتقراي خن وراينا نتقراي خن حزاينا تقراينا عنا تسقعنا إلهم عاتي قوم يفلتون يوم despite the fact سو كاب تقراي معت مخته معت ورارات معت زمته معت كفعت يمسي نيرو كاب مسافتنا يتقراي بالعن حزب تقراي كله كخوننا يدلني كم مسافتنا يتقراي دحرايون بوياني تقراي زي بقبر زرعنا يوم قدايس لزخونه شلل لنا حالفين خلنينا جيم إرترا سقات ديا أيقونة نزبل حطه أنا بتعميز قرمني أزوج جلزي كم زعم السلة بروباغندا خجبر كله أنت إذا حسب أضمنه خينه باتي بدوب زلوا نهزم حرة كل شعب كم حادث ألاقي كم حادث جباتي كم حادث نعوم كورم ليت مسمع على زحسب كم يجرم كحسب كتشمه كجلسوا خلوا بس دم بإرترا أنا سجعات ياخذوا خلوا أمنجو خينهم سخمي كم يجرم مثلا كنا برز حسب زلوا الاتحاد هو زخل نعوم كم حزب تجراي أنا حجي بطعم كنا حسب لهم أيدلني جن أنا ناتي جمجام لني حزب تجراي نخمسة أمثله وجلة حدا معلتي تلقاني ولا حجون حدا معلتي نزي وجلة زي سوبي جوا أباري روا نتوم أحزاب أبكابي زلوا مسؤوم بسلام كنبر بمرداء خنبر كوف كبلي امنت علنا هم كومز بالامنت علنا السوق عايز واز سيت واي اوت نعوم سيت اكزيت نعوم كوم انت زي جيروم اتي هيستوريكال كرايسيس نايت جراي لوك لاند مخانا فيري ريسورسز ناتا بتعمل الروت زخونه هاجر وي كلي وي دما أوراجا سلزخونت تجراي هاجر يكون تجراي أوراجا فتيوم سليم تجراي أوراجا أوراجا تكون كلها دما أوراجا ما حدا هاجر يعني إثيوبيا زبال نحن دما كابتا سجر نايدوبنا كابتا نايمرب سجر كم إثيوبيا إن نسولتنا تهاجر بملا دحراي ده عينة حزاب اللوبو it's normal بحرياوي تفعل لي حزاب اللو لك بشان غير ترى تفعل لي حزاب كم زلو أبون تفعل لي حزابي زلو نزه حزبتات الزي انت يتي تعلامو اب نعبت راي اب وجي اب زي مرقا نوح زمانات كتنبرو انت يطعمو يبلون حصوت يزي حصوت طعمو يبلون سلازخونه دما انا امنت علني حزب تجرايسي نزوم كم زيجرام أبزي شجراتهم زودقوم زلوا مرحتهم ويدما مريحنت بحيلهم نبعد نسبة تجراي زود كيوان بعد تجراي زود قصوة حدا معلتي نسي قوامسي مسكالي أحزاب كردادهم زخل عينة محدرة وعينة التحساسبة كم زطريو يأمنيه وصحة عيتي كون زلوا شكرا أستاذ زين. الوقت يداهمنا فعندي شوية سؤالين. الوقت داهمنا من زمن بعيد يعني. أوكي الوقت داهمنا. طيب في شبكة مفاهيم أخرى متعلقة بالسيادة الوطنية
فأود لو سمحت أن تعرفنا باختصار شديد الفرق ما بين هذه المصطلحات. ما هو الفرق بين السيادة والسلطة؟ باختصار شديد، هو الفرق بين السيادة والاستغلال والفرق بين السيادة والصالح العام. باختصار شديد لو سمحت حتى يكون لنا مفهوم عام لهذا الموضوع. نعم. السيادة والسلطة قلتي في البداية؟ أيوة. الفرق بين السيادة والسلطة. نعم. السيادة والسلطة الفرق بينها لما تنترجم معهم خلنا أوني أمونغو لعلاونة سلطان انتهي في النزلات. إيش هو الفرق بين السيادة والسلطة؟ أنا أعتقد السيادة هي يعني عندها أعمدة ثلاثة قلنا إحنا في بداية الحديث: الأرض والشعب والسلطة يعني. فالسلطة هي جزء من السيادة، والجزء المتحكم اللي عنده السلطة اللي عنده القدرة في إدارة هذه السيادة هو. وبالتالي السلطة يعني هي مهمة جدا لحماية السيادة، وبدونها ما يكون ما تكون في سيادة. حتى لو عندك أرض وشعب، إذا ما عندك سلطة تحمي هذا الشعب وهذه الأرض وتدافع عنه وتخلق مؤسسات تدافع عن هذه السيادة، ما حيكون عندك ضمان في إنه سيادتك تكون محمية يعني. انتي نيرو تحطو سلطان سلطان لعلاونة نيرو تحطو هجي مجمرة كم سجلسنا يو سلسة عند تات ديزلو تي لعلاونة هذا حزبيو هذا مريتو هذا حزبيو سالسايد ما سلطانيو تب سلطان زلو السو ني لعلاونة بتعمى قداسي دخل خلنا ناي لعلاونة السو انت زي عليو ناي مريتن ناي حزبن لعلاونة أب حدا جايز وده السخ أي نتي لعلاونة أب جبرزة تجبره السيز كلاخل السيز أب كونتراكت زاتو بشمكة السيو تكالات زهنس السيو نتتكالات أب أقولت نهيز بزوعله أب أقولت نهاجر زوعله سلزي الطفل اللي كمزي أزريو عني. النقطة الثانية أخذ كوثر السلطة السيادة والاستقلال. ما هو الفرق بين السيادة والاستقلال؟ أنتويز والكوا السيادة والسلطة. سيادة sovereignty, the difference between sovereignty and authority. السيادة والاستقلال ما هو الفرق بين هذول الاثنين؟ تفضل. السيادة بين العفوا الفرق بين السيادة والاستقلال مفهوم الاستقلال. أيوة يعني إنه السيادة تحتاج في إنه يكون عندك وطن يكون مستقل استقلالا تاما من أي تأثير داخلي، بمعنى ما يكون في يعني مراكز قوة داخل الوطن تتحكم في السيادة ولا تكون للدولة سيادة، ومراكز وأيضا مراكز قوة خارجية أو مهددات خارجية تهدد استقلال الوطن وسيادته يعني. فهذه العلاقة أيضا علاقة جدلية هي بين السيادة والاستقلال. إذا ما في استقلال ما في سيادة. عشان كده إحنا في كاريتريين مثلا ناضلنا 30 سنة عشان ننال الاستقلال، ثم ننال السيادة، ثم ننال الحقوق. والذي تحقق من كل هذه نلنا السيادة عفوا الاستقلال ونلنا السيادة، ولكننا لم نتحرر، لم نجد حريتنا في وطننا، وأن نختار من يحكمنا، وأن نقيل من لا يعجبنا، وأن نقيم مؤسساتنا وكذا يعني. فالاستقلال مهم، هو أيضا عنصر مهم أو يعني عمود من أعمدة السيادة المهمة، ولكنه في حالتنا الإريترية كان شيء مخزي يعني إنه إحنا استقلينا ولكننا لم نتحرر. والآن نحن بصدد أن نناضل من أجل حريتنا حتى نحافظ على سيادتنا. أشكرك. فأحسر بالكترجم لي تفللي أمونغو لعلاونة والاستقلال حرنة نسألت تبنى يحيش they complement each other and if they don't let me know. السيادة والاستقلال. الاستقلال حجي
negara Neskhamea. أوني نسألت يستقلال بتقرينيان نسألت نانبرو وين ناسنت ونزبل على كابتن يم حرينيا هاب نزلي حجي ناسنتنا خنا من سي إرتراويان 3 عام تقاديسنا كابيتوبيا ناسنتنا دما أمسينا ناسنتنا تقونا سيفنا مالتيو جن تناسنت دما بتعم أجداسي ونحاذا هجر العلاونة كله أبتح تخالي سب كوينكا وتحت الخالي محدرا كوينكا نسأ بعود العلاونة كتوحس أي تخلنيها هو مغنيات بتعمي أجدا سنة على اللو نسألت من العلاونة كمسل زخوني تغاليسنا مسامس أنا يوجن تزحزن نسألت دام سينا برحرنتها يمسعنا نحسبنا نهاجرنا حجي أبتي زلو سرعة الإرتفاع نعون قالوا زلنا حرنتنا هنا مسينا جن نعنا تقالسنا بزعبا العلاونتنا أين طالع علينا بزعبا نسألتنا هون أين طالع علينا خبير تراويان زي عقبنا نتي قوديلونا زلو خنا مسينا هذا نقالس ده أمر نتبيدنا زلو فنيناس نتي زي بلنا بد حريقون قوي أيكونان حجي نعنا بتعمى قداسيتي قدينا نسألت أمسينا يخاينا شبيتنا ينا بإيدنا خبير تراويان بعالم نخاوي محبر السبب ما تأميننا إيو ممبرنا يونايتد نيشنز نانومي نحن هاجر نفسه قال هاجر إيرترا أبالنا يونايتد نيشنز زلوا ناتو صندوق علامة زلوا زخلوا مس نازلنا زتحازيو مس حارنا تكون زتحاز سلزنا نازلنا أجداسيو في هذا هاجر. نعم جرجت السيادة توضح لي الفرق بين السيادة والصالح العام. الصالح العام public interest or public good نقوله بالإنجليز اتفللي among population دي already السيادة سلز قالت كايا already حدا حاول نبذل ما دايلو صحفلنا له السيادة هي عدم الخضوع لأي عوامل خارجية أو استقلال من أي قيود خارجية. يبلنا له أشكرك أستاذ أخيار ياسين. فما هو الصالح العام في ظل السيادة القومية أو السيادة نعم الصالح العام. أولا أشكر المناضلة أخيار ياسين هي صديقة عزيزة وأهلا بها أخيار. السيادة علاقتها بالصالح العام يعني السيادة لما يعني وطن زي إريتريا مثلا لما حقق استقلاله وحقق سيادته هذه السيادة وهذا الاستقلال لم يتم توظيفه للصالح العام لم يصبح في صالح الإنسان الإريتري وبالتالي يعني أيضا هو هذه مهمة نضالية هي إحنا التغيير ليش ننشد يعني عشان نتحرر من ربقة الدكتاتورية عشان تكون مؤسساتنا خادمة لنا وخاضعة لقوانيننا ولتشريعاتنا اللي نابعة من ممثلين في البرلمان وبالتالي لما تصبح السيادة الوطنية زائد الاستقلال موظفة لخدمة وبعدها نتحرر أيضا وبعد بيتحررنا تصبح مؤسساتنا دي خادمة لنا وقتها نحقق ما نسميه الآن بالبابليك انترست أو الصالح العام أو المصلحة العامة لشعبنا يعني. وهذه هي الدول كلها المستقلة الحرة اللي تحكمها شعوبها واللي تحكمها حكومات مختارة من شعوبها هذا هو الغرض منها يعني. هذا ما ينتج عن هذا النوع من السيادة الوطنية ومن الاستقلال يعني. كوثر ما قاعد تسمعي في مشكلة ما مسموعة. سوري ميوت كده يعني. اوكي سلازتي برضو الأخت أخيار كتبت السيادة هي كتبت الاستقلال هو الاعتماد على النفس وامتلاك القرار بيدك. سمعنا لها؟ يس ووافقها الرأي. أتوافق. أنا ما دخلت في تعريف الاستقلال لكن علاقته بالسيادة هو يعني. أيوة وأيضا الأخت أخيار ياسين تقول أن السلطة هي الممارسة الفعلية للسيادة. نشكرك الأخت صحيح. أخيار. صحيح.
هذه كلها تعريفات موجودة مهمة جدا. ففي آخر المطاف أود أن أعطيك فرصة لأن تقول ما لديك. لو في أي شيء ثاني لم أسألك عنه تريد أن تضيف أي فكرة أو أي كلام لهذا الموضوع المهم جدا عن السيادة الوطنية الإريترية وما هي أكبر مهدداتها في هذا الوقت الراهن. تفضل الأخ. أنا أعتقد ما حأضيف كثير فيما قلته. تحدثنا طيلة مساء هذا اليوم في السيادة الوطنية الإريترية وأهميتها وتفاصيلها الداخلية وعلاقتنا بدول الجوار والمهددات اللي موجودة، وهل هي مهددات حقيقية أم متوهمة، وهل نقدر إحنا نقاومها، وهل نحن كشعب قادرين على يعني تأكيد سيادتنا واستقلالنا وحريتنا، وتصبح كل هذه القضايا في صالح شعبنا، في الصالح العام لشعبنا. كل هذه القضايا أعتقد تحدثنا عنها طيلة هذا المساء. ما عندي كثير أضيفه سوى أني أتمنى أن فعلا كإريتريين نجد فرصتنا كشعب أن نحكم نفسنا بنفسنا، وأن يحكمنا من نختاره نحن، وأن نتخلص من الاستبداد، وأن نتخلص من الظلم، وأن يعود شعبنا من المنافي وأن تزدهر وتنمو إريتريا وتكون جاذبة لشعبها وللإمكانيات والاستثمارات الخارجية الدولية، ويصبح شعبنا منتفع من خيراته من ثرواته، ويزول هذا الكابوس عن صدر شعبنا ونرتاح منه، ونبني وطننا بمشاركة كافة مكونات هذا الوطن، لا فيه صغير ولا فيه كبير ولا فيه أقلية ولا فيه أغلبية في إريتريا. يعني أنا نقطة مهمة جدا أنا نسيت أن أشير إليها. في إريتريا يتوهم من يقول في ماجوريتي وفي ماينوريتي، يعني في أقلية وفي أغلبية. إريتريا في أقليات كبيرة وفي أقليات صغيرة وفي يعني كده هي إريتريا. وبالتالي كلنا يعني عندنا يعني نصيب يعني متساوي في هذا الوطن ومن هذا الوطن يعني، وكلنا نشكل يعني لوحة جميلة في إريتريا يعني. وإذا أخلينا بهذه اللوحة الجميلة بأي عنصر من العناصر، بأي لون من الألوان، ستكون إريتريا ناقصة يعني، ولن تكون إريتريا اللي نحلم بها وإريتريا الجميلة يعني. هذا هو ما أستطيع أن أقوله بالعربي اختصارا بالتجرينيا. سوري ብትግርኛ ማዕፀው ስለ ዝኾነ መዛዘመ ሓሳብ ተለካ ወይ ዘይበልካዮ ኣብዚ ናይ ሎም መዓልቲ 2 ሰዓትን ሩብዕን ጌርና ካብ ንጅምር ማለት እዩ ዘይበልካዮ ክትብሎ ትደሊ ብዛዕባ ናይ ሎም መዓልቲ ኣርእስቲ ብናይ ልዕላውነት ንዕኡ ኣስጋኢ ዝኾነ ነገራት ኢና ክንዛረብ ብኣምሲና ናይ መጨረሽታ መዛዘሚ ሓሳብ ዕድል ክህበካ ኢለ ኡስታዝ زين تفضل. حري أني اللي كوثر المهندسة كوثر يعني. أنا أعتقد خمسة مثلا نملو بشيء بزعبا لعلاونة قبل علو زور سجاعات نزار بمسينا حجي حديش نقول كبلو زلوا هيني عايز معننيو تحدي مودة أتخرج قصص دلي إريترا هم إريترا كتمع بالسج كتعبي ترى أخوينا تي توم أب إريترا زلوا كفالاتنا حزبنا كلهم بحسب مس زعابيو كلهم بحسب مز تساطع في النت مزهلوهم مثلا توم الزخبر تراينا إريترا هم إريترا نقدمت كي تغل سلازي إريترا كم إريترا باقية توم كلهم من إريترا زتبجوا لان سسووا لان حدا مثل اللوم ترايو حجي أو انتهي لنيري أب إريترا سي نشتي عبن ماجوريتي ماينوريتي يبلنان كل هذا بقصري
برسنتيج انت عرينايو قالنا بزح لنا قالنا ها وحد لنا جن زي ناتي برسنتيج عبي زلو زياده مثلا كلو مالت ايكون ኤርትራ ብምክባር ጥራያ ክትዓቢ ትኽእል ብምክባር ጥራያ ክትነብር ትኽእል ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ ኩላሕና ንኤርትራ ነድልያ ኢና እቲ ፅባቐ ናይ ኤርትራ ድማ እዚ ኩሉ ሕብርታት ምስ ዝህልዋ እዩ ሓደ ካብኦም እንድሕር በኺሩ ሓደ ካብኦም እንድሕር ተገሊሉ ሓደ ካብኦም እንድሕር ተፈልዩ ኤርትራ ፅብቕቲ ኣይክትከውንን እያ ኤርትራ ፅባቐኣ ድማ ነዞም ኩሎም ብሄራታ ምስ ተተኸብርን ምስ ትሕበነሎምን ክሕበኑላ ድማ መሰራቶም ምስ ተመላእሎም ጥራይ እያ ኤርትራ ፅብቕቲ ትኸውን ብኡ ምክንያት ኤርትራ ኩልሻ ምዕርግቲ ክትከውን ትረኣ ኮይና ናይ ኩላትና መሰላት ትሕሎ ዝከኣለሉ ኩነታት ምስ እንፈጥር ጥራይ ኢና ንኤርትራ ኩላትና ብሓንሳብ ኮይና ክነብዕብላን ክንዕብያን ክንበልፅጋን ክንህብትማን ንኽእል ወይ ቀኒየለይ ከውሰር ነዚ ሃብኩም ንዕድል ኣነ ብጣዕሚ ኩሩዕ ኢሎም ምሸት ምሳኻ ኮይኑ ብዚ ብዛዕባ ጉዳይ ሃገረይ ብዛዕባ ጉዳይ ህዝበይ ክዛተ ምሳኺ ብጣዕሚ حبوني بطعم يخرعني. أنا فخور جدا في هذا المساء أن باستضافتك لي الباشمهندسة كوثر عبد الرحمن وسعدت جدا باللقاء بهذا اللقاء معك وكان لقاء فعلا وطني إريتري يعني أساسه الهم الوطني وأساسه كيف نستطيع أن نتساعد أو أن نساهم كلنا في حماية هذه السيادة الوطنية الإريترية التي لا شك أنها مهددة ولكن نحن قادرون أيضا على حمايتها. شكرا جزيلا لك. تحياتي للأستاذ زين عمر شوكاي، تحليل سياسي ممتاز جدا ونحن كنا أسعد بهذا اللقاء وتحليلك لكل المواضيع لهذا اليوم يدل على نضوج سياسي ونظرات فيها من التعمق وفيها من الدراية والعلم التاريخ للمنطقة. فأشكرك جزيل الشكر ولكل المشاهدين عبر الفيسبوك أو عن طريق اليوتيوب لكم منا جزيل الشكر ولكم منا أطيب المنى وأبزوز اللهم بوطع نمسكنكم نمسانا لهم عالت زمسخم كلنا من فريق العمل فوري سلام فعنا رحوة مسخم كله كم أول سنة تسفان دا قبركم أنا حفتكم كوثر عبد الرحمن الذي أدر في جرنا احنا فنوكم هنا لكم منا أطيب المنى مرة أخرى وشكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكرك الأستاذ زين. أشكرك أيضا كوثر شكرا جزيلا. تاركا أما وطفلة تاركا أما وطفلة ما لهن سوى الأنين تائها بين المنافي وخيام اللاجئين كم صبرنا يا أخي قد صبرنا يا أخي لسنين وسنين والسنين والسنين نقلع الظلمة سويا قد دعا الداعي ونادى نقلع الظلمة سويا قد كفانا صمت أمس
يا شباب الوطن قم بنا هيا هيا يا شباب الوطن. على صوت المنادي مستغيثا في الشباب، قد على صوت المنادي مستغيثا في الشباب، فوثبنا غاضبين وثبت القسط الغضاب، فوثبنا غاضبين وثبت القسط الغضاب. أخطأ من ظن يوما، أخطأ من ظن يوما إننا نخشى الذئاب يا شباب الوطن، إننا نخشى الذئاب يا شباب الوطن.